السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب يا حبايب قلبي، كتاكيت الصغيرين، طلاب تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهارده إن شاء الله كده 3 محافظات، القاهرة وجيزة واسكندرية، التلاتة مع بعض إن شاء الله، التلاتة في فيديو واحد. خلي بالك يا صاحبي إن الأسئلة في المحافظات بتتكرر، يعني اللي جه في اسكندرية السنة اللي فاتت ممكن يجي في الجيزة السنة دي، ممكن يجي في القاهرة السنة دي، ممكن يجي مثلا في الجيزة السنة الجاية. فاهم قصدي؟ يعني أنت بالنسبة لك كل ده بيتكرر، اللي جه في اسكندريه ممكن يجي السنه دي، اللي جه السنه دي في القاهره ممكن يجي الجيزه السنه، يعني بيبدلوا مع بعض. بيمسك الموجه كده كتاب المحافظات ويبدا يبدل الاسئله ويشوف ايه اللي جه هنا واللي جه هنا واللي جه هنا. فانت لازم تلم معايا، واسئله المحافظات دي مهمه جدا 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 وبيبين شغلنا. هل احنا شغالين طول السنه في اسئله حته والامتحان بيجي في حته تانيه، ولا الاتنين زي بعض؟ هنشوف الوقت مع بعض. بسم الله كده، نسمي الله الاول ونبص يا صاحبي على اول سؤال. اول سؤال خلي بالك سؤال من الاسئله التراكميه. تقول لي ايه الاسئله التراكميه دي يا مستر؟ الاسئله التراكميه دي اللي هي حاجات من اولى وثانيه اعدادي بس بتيجي في امتحان ثالثه اعدادي، واحنا عاملين فيديو كامل لمده ساعه ممكن تتفرج عليه على القناه بتاعتنا، اسمه تراكمي الهندسه. بيقول لك اول سؤال، بسم الله، مجموع قياسات الزوايا الداخله للمثلث يساوي ايه؟ طبعا مجموع زوايا المثلث الداخله بكام؟ ب 180 درجه، دي معلومه معروفه من ابتدائي كمان. اي مثلث لو جمعت الثلاث زوايا بتوعه هيطلعوا وش ب 180 درجه، ده لازم، ده شرط اجباري للمثلث. السؤال اللي بعديه يا صاحبي كان حساب مسلسلات، وبيقول لك يا ابو الصحاب الجا 30 بتساوي كام؟ طبعا كلنا حافظين وعارفين الجا 30 بتساوي نص، ولكن انت لو مش حافظها ممكن تعملها على الآلة. تقول لي يا مستر على الآلة ازاي؟ تعالى يا ابو الصحاب كده نشوف الآلة بتاعتنا ونشوف الكلام ده ازاي بيجي على الآلة. اول حاجه الآلة اهي، طبعا انت مش تفتح الآلة اللي زي دي في الامتحان اللي هي في التليفون، لا انت لازم تكون معاك آلة، ولو مش معاك آلة مش لازم تشتري آلة، انت ممكن تستلفها من اي واحد من صحابك. اول حاجه انت عندك ساين كوزاين تان. الساين يعني الجا، والجتا كوزاين، والظا يعني تان. فلو عايزين نكتب يا صاحبي جا 30 من غير شيفت، انت مش عايز زاويه ولا حاجه، فبتدوس ساين وبتكتب 30 بس يا صاحبي، فبتطلع معاك الاجابه بنص زي ما انت شايف، فتقوم مختار النص على طول وما فيهوش اي مشكله. طيب نسيب الاله دي هنا كده عشان لو احتاجناها. تعالى اللي بعديه يا صاحبي، بيقول لك ميل المستقيم الموازي لمحور السينات. هو المستقيم اللي بيوازي محور السينات كام يا صاحبي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر؟ بكام؟ بكام؟ بصفر. بصفر. ميل المستقيم اللي بيوازي محور السينات ده كنا بنقول ملهوش ميل، يعني ميله بصفر يا صاحبي. انما اللي كان بيوازي، احنا بنفتكر معلومات مش بنحل اسئله وخلاص، انما اللي كان بيوازي محور الصادات كنا بنقول عليه انا وانت يا صاحبي غير معرف. غير معرف يعني ايه؟ يعني رقم على صفر، واحد على الصفر، اتنين على الصفر، اي رقم على الصفر كنا بنقول عليه غير معرف. يبقى ميل المستقيم اللي بيوازي محور السينات يبقى الميل بيساوي صفر. تمام. ده اللي جه السنه اللي فاتت لزمايلك يا صاحبي. تعالى كده نشوف السؤال الرابع. بيقول لك اذا كان قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ب بتساوي 90، فبيقول لك الجا ا ب6 من 10 فان الجتا ب. انا وانت كنا بنقول عندنا ملحوظه ان الجا بتطلع نفس ناتج الجتا، بس بشرط. ايه الشرط يا جون؟ لو مجموع الزاويتين دول ب 90، لو الزاويتين دول متتمتين. كنا بنقول لو الزاويتين متتمتين يبقى الجا بتساوي الجتا، يبقى الجا بتساوي الجتا. صح كده. حتى خلي بالك كان عندك ملحوظه، لو عندك مثلا الجا 30 فدي يا صاحبي بتساوي لسه عاملينها بنص، ولو عملت على الآلة جتا 60 فبرضه الجتا 60 على الآلة هتطلع بنص. طب اشمعنى يا عم الجون؟ اشمعنى الجا 30 طلعت بنص والجتا 60 طلعت بنص؟ ازاي الجا طلعت نفس الجتا؟ عشان لو جمعنا الزاويتين دول بكام؟ ب 90. صح كده. فهو بيقول لك ان الزاويتين ب 90، يبقى انا بالنسبه لي طالما الزاويتين ب 90 يبقى الجا بتساوي الجتا. طب هو مديني الجا ب 6 من 10، يبقى الجتا بكام؟ 6 من 10. هو بيتحرك ليه بيتش كلب؟ 6 من 10 بس كده خلاص، يبقى الجتا ب 6 من 10 اللي هو الاختيار ج يا صاحبي. طيب ماشي، تعالى في اللي بعديه. بيقول لك انا عايز اجيب نقطه المنتصف لألف ب،
ومديك ألف يا صاحبي ومديك ب، بس عايز النقطة اللي في النص. النقطة اللي في النص دي ازاي يا مستر؟ بص يا ابو الصحاب، يعني انت عندك في البداية هنا نقطة اسمها ألف، وفي النهاية هنا نقطة اسمها ب. هو مديك الألف عبارة عن 3 و5، ومديك الب عبارة عن 1 وسالب 5، وعايز منك يا ابو الصحاب النقطة اللي في النص اللي هي دي، نقطة ج مثلا أو أيا كان اسمها إيه. في النص دي يعني دي قد دي بالظبط. كنا بنقول النقطة اللي في النص بتساوي إيه على إيه؟ مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. يبقى النقطة في النص مثلا اسمها ج بتساوي أجمع السينات بس أقسم على الاتنين. كنا بنقول الأولى يا س والتانية صاد. الأولى يا س والتانية صاد. طيب هنجمع السينات 3 زائد 1 يبقى 3 زائد 1 يا صاحبي على الاتنين. ونجمع الصادات هنقول 5 زائد سالب 5 على الاتنين. طيب تمام، كمل يا ابو الصحاب جميلك، دخلهم على البزازه وطلع الاجابه يلا. 3 و1 4 4 على الاتنين فيها الاتنين. موجب في سالب بسالب 5 ناقص 5 صفر، صفر على اي حاجه فيها صفر. يبقى النقطه اللي في النص كام وكام؟ 2 و0. اللي هي تبقى الاجابه رقم ايه؟ د. د. يبقى النقطة اللي في النص مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. ادي يا عم أسئلة امتحان القاهرة السنة اللي فاتت. تعالى كده بسم الله نشوف السؤال السادس، هما 9 أسئلة اختيارات. بيقول لك الأعداد التي تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم. عشان أعرف أي أضلاع من دول تكون مثلث قائم كنا بنعمل إيه؟ ده سؤال تاني إعدادي تراكمي. بتمسك الضلع الكبير وأربعه، وامسك الضلعين التانيين الصغيرين اربع ثم اجمع. لو الاتنين الصغيرين بعد ما ربعتهم وجمعتهم طلعوا زي الكبير يبقى هو ده القائم. يعني مثلا لو جربنا في اول اختيار كده، الضلع الكبير اللي هو 5 اربعه، 5 في 5 25. ده كده الضلع الكبير. امسك بقى الاتنين الصغيرين ربع ثم اجمع، 4 في 4 16. حلو، وعندك 3 في 3 9. هيبقى انت عندك 16 و9. 25. هل الضلع الكبير نفس الضلعين الصغيرين؟ اه. يبقى هو ده المثلث القائم، يبقى الاجابه رقم الف. من غير ما اكمل، عايز تكمل تعال مثلا شوف ب. بص كده، امسك الضلع الكبير وربعه، الضلع الكبير اللي هو 6 6 في 6 36. حلو، امسك بقى الاثنين الصغيرين 3 في 3 9. ب9 زائد 4 في 4 16. لما تجمعهم يطلع بكام؟ 25. 25. هل الضلع الكبير نفس الضلع الصغيرين؟ لا. يبقى ده بسم الله مش قائم. ونفس الكلام الاثنين التانيين مش قائم. يبقى اول واحده هي اللي طلع القائم اللي هي الاجابه رقم الف. طبعا لو انت معاك المحافظات قدامك وبتحل معايا تبقى انت برنس وانت برنسيسه، لكن ما تقعدش تتفرج على الفيديو وانت نايم وغطي نفسك بالبطانيه، هتنام يا صديقي، ما ينفعش. تعالى السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه يا صاحبي بيقول لك اذا كان 2 س زائد 5 2 س بتساوي 5 زائد ظ 45 فان الس بكام؟ اول حاجه خلينا عارفين ان الظ 45 بتساوي 1، ولو مش عارف ممكن تعملها على الاله زي ما انا لسه قايل لك، هتعملها على الاله. ساين هتدوس 45. كده ايه؟ ساين 45. لا ظ تان؟ تان 45. تان 45 تطلع بكام؟ 1. يبقى تان 45 بواحد. نقفل دي كده ويبقى انا عندي كده 2. يبقى انا عندي 2 س بتساوي 5 زائد دي 1. يعني 2 س بتساوي 6. هو بس عايز السين، حلها معادله زي ابتدائي عادي. هتقسم هنا على الكام؟ الاتنين. وهنا على الاثنين، فده مع ده باي باي، يبقى السين بتساوي 6 على الاثنين فيها كام؟ 3. يبقى كده السين اصبحت ب3 صاحبي اللي هي الاجابه الف. طيب ما زي الفل، الموضوع حلو اهو. والله العظيم الموضوع جميل على فكره، بس لو انت تركز يا صاحبي. تعالى كده يا صاحبي نبص على ده. بيقول لك بسم الله ميل المستقيم العمودي على المستقيم ده. بص، خلينا متفقين انك لو عايز تجيب الميل، في ناس على طول بتجيبه بتقول معامل س، بس ده في حاله واحده بس، لو كانت الصاد واقفه لوحديها. لو كانت الصاد واقفه لوحديها. انا ما كنتش بحب اعمل كده في الحصه. انا كنت اي معادله عشان اجيب الميل بخليها صفريه. ال7 س دي بالموجب تخش جوه بالايه؟ السالب. وال8 دي بالموجب تروح جوه بالايه؟ السالب. يبقى اقول كده صاد ناقص 7 س ناقص ماشي 8. ناقص 8. مفيش حاجه بعد اللي تساوي يساوي، صفر. كنا بنحط ايه؟ صفر. الميل يا صاحبي، الميل، انت الميل كنا بنقول ايه على ايه؟ عكس معامل س على معامل ص. مين عكس معامل س ده يا جون؟ هي دي سالب 7، عكسها تبقى ايه؟ 7. واللي جنب الصاد مفيش حاجه يعني 1. يبقى 7 على 1 يعني كده فيها 7. يعني كده الميل بيساوي 7. طبعا اوعى تروح تختار 7، لا غلط.
هو مش عايز الميل، ده هو عايز ميل العمودي. فلو كنت عايز اجيب ميل العمودي واوعى تتلخبط، عايز اجيب ميل العمودي كنا بنشقلب ونغير الاشاره، بدل ما دي 7 على 1 يبقى ايه؟ سالب 1 على 7. لو عايز اجيب ميل العمودي بشقلب واغير الاشاره تبقى سالب 1 على 7. هي دي يا صاحبي. لو السالب موجود على الجنب كده هو لو موجود فوق او موجود تحت، يبقى هي دي الاجابه الصح عشان هو عايز ميل العمودي. تعال بص يا صاحبي هنا بيقول لك بسم الله أ ب ج ده مثلث قائم الزاوية في ب. ماشي. وبيقول لك أ ب بتساوي 3 سم والب ج بتساوي 4 سم. فهو عايز الظا ج بتساوي ايه؟ اما يجي لك سؤال زي كده ارسم مثلث عشان تعرف فين المقابل وفين المجاور وفين الوتر. اول حاجه هترسم بسم الله مثلث، اي حاجه عايزك ترسم مثلث ارسم مثلث كده، مثلث قائم. بس اهم حاجه تحط الزاويه القائمه اللي بيقول لك عليه. هو بيقول لك قائم في ب، يبقى انت لازم تكتب هنا ب، يبقى ب هي القايمه. وتكتب بقى هنا الف وتكتب هنا ج مثلا، او هنا ج وهنا الف، ما فرقتش كتير. اهم حاجه تركز على الزاويه القايمه تحطها صح. ماشي. بيقول لك ا ب ب 3 سم، يبقى عند الضلع اللي اسمه ا ب ده ب 3 سم. والب ج ب 4 سم، يبقى الب ج ده ب 4 سم يا صاحبي. بيقول لك انا عايز الظا ج، طب ما تسمي كده الاضلاع. مش لازم تجيب الوتر على فكره، لان الظا ما بتحتاجش الوتر، اللي في وش الزاويه الوتر اللي في وش الزاويه القائمه ده الوتر، بس احنا مش عايزينه. اللي في وش زاويه ج ده اسمه مقابل، والضلع التالت يا صاحبي اسمه مجاور. انا وانت قلنا يا صاحبي هي الظا قانونها كان ايه على ايه؟ مقابل على مجاور. مقابل على مجاور. المقابل بكام؟ 3 والمجاور 4. يبقى انا عندي كده 3 على الأربعة اللي هي الاجابه دي. ده يا مستر كان جميل، والله العظيم كان جامد قوي السنه اللي فاتت. يا رب ان شاء الله امتحانك السنه دي يجي جامد كده يا صاحبي، ونشوف الاسئله المقالي. هنا يا صاحبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اثبت ان المستقيم الذي يمر بالنقطتين دول يوازي المستقيم الذي معادلته ص ناقص 3 بتساوي 2 س. طبعا عشان اثبت ان مستقيمين متوازيين كان عندنا شرط، كنا بنقول لازم ان الميل الاول بيساوي الميل الثاني. يبقى انا اروح زي كده الشاطر اجيب ميل المستقيم الاول اللي هو مر بالنقطتين. كنا بنقول الاولى س والثانيه ادي س وصاد يا صاحبي. قلنا الميل كان ايه على ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. طب يلا يا ابو الصحاب كده بسم الله. اول حاجه هقول مين ناقص مين؟ 7 ناقص 5. 7 ناقص 5 على مين ناقص مين؟ 5 ناقص 4. 5 ناقص 4 ونطلع الناتج يا صاحبي. اول حاجه 7 ناقص 5 2، 5 ناقص 4 1. 2 على الواحد فيها كام؟ 2. ده كده الميل الاولاني. عشان اجيب الميل الثاني يا صاحبي امسك المعادله لازم اخليها صفريه. 2 س دي بالموجب تروح جوه بالايه؟ بالسالب. يبقى اقول له كده المعادله ص ناقص 2 س ناقص 3 بتساوي صفر. ونجيب بقى الميل عادي على فكره. اجيب الميل ازاي؟ قلنا الميل التاني بقى بيساوي ايه على ايه؟ عكس معامل س على معامل ص. دي سالب 2 عكسها تبقى ايه؟ 2. واللي جنب الصاد مفيش حاجه يعني ايه؟ 1. طبعا 2 على 1 فيها ايه؟ 2. 2. هل الميل الاول بيساوي الميل الثاني؟ يبقى هقول له كده يا صاحبي بما ان الميل الاول بيساوي الميل الثاني اذا المستقيمين متوازيين. المستقيمين خليها المستقيمين متوازيين. بس كده يا ابو الصحاب. النقطه فين؟ بس طالما الميل الاول طلع بيساوي الميل الثاني يبقى هما الاثنين متوازيين. تعالى بسم الله كده نبص على السؤال اللي بعديه. بيقول لك انا عايز معادله المستقيم، وبيقول لك يمر بالنقطه 1 و3 ويصنع زاويه 45 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. هو اول ما كان بيقول لي انا عايز المعادله كان لازم اكتب شكلها الاساسي اللي كنا بنسميها الصوره العامه للمعادله. فاول ما كان بيقول لي انا عايز المعادله كنت بقول له يا صاحبي الصوره العامه للمعادله. كانت ايه بقى هي الصوره العامه للمعادله؟ ص بتساوي م س زائد ج. فانا بالنسبه لي عشان اجيب المعادله محتاج الميم ومحتاج الجيم. محتاج الميم يا صاحبي ومحتاج الجيم.
اول حاجه طب انا ممكن اجيب الميل بالزاويه. هو انا لو عندي الزاويه يا صاحبي كنا بنقول الميل بيساوي ظا الزاويه. الزاويه بكام؟ 45 وظا 45 لسه حاسبينها على البزازه واحد. طلعت بكام؟ واحد. يبقى كده الميل طلع بواحد. فانا بالنسبه لي يا صاحبي ممكن اشيل الميم واحط واحد. يبقى ص بتساوي واحد س يعني س زائد ج. كده بقى يا صاحبي المعادله اكتملت ولا اتفضل حته؟ اتفضل حته. ما هو انا لازم اجيب حاجتين، اجيب الميم واجيب الجيم. كده احنا جبنا الميم بواحد، خلاص الميم بواحد. عشان اجيب الجيم بقى هجيبها بالنقطه. اقول له النقطه واحد وتلاته بتحقق المعادله. تحقق المعادله يا صاحبي، ما معنى تحقق المعادله؟ يعني اعوض بيها. يعني ايه اعوض بيها؟ يعني تبقى الاولى س والثانيه صاد. اشيل السين واحط ايه؟ واحد. واشيل الصاد واحط ايه؟ 3. مكان الصاد اكتب 3 بتساوي مكان السين اكتب واحد زائد ج. طب احنا عايزين يا صاحبي الجيم، هجيبها ازاي؟ امشي الواحد بعكس الاشاره. ده واحد بالموجب يروح بالايه؟ بالسالب. يبقى انا هقول له كده ج بتساوي 3 ناقص 1 فيها كام؟ 2. يبقى احنا كده جبنا الجيم ب2. يبقى خلاص يا صاحبي المعادله اللي انت عايزها اشيل الجيم واحط 2. يبقى ص بتساوي س زائد 2. دي اسمها الصوره العامه للمعادله. الصوره العامه بتاعت المعادله ديت يا صاحبي، او هي دي معادله المستقيم اللي هو يمر بالنقطه دي ويصنع زاويه 45. طبعا ده سؤال مهم جدا وهو موجود في امتحان السنه اللي فاتت وقلنا عليه كذا مره في الحصه العاديه. السؤال يا صاحبي اللي زيه هو ده. لو انت عندك مشكله في الجيم فالسؤال ده هو مديك المعادله جاهزه. ايوه ص بتساوي 2 س زائد ج، وبيقول لك الجيم ده رقم ثابت بس المستقيم يمر بالنقطه 2 و5، فاوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات بواسطه المستقيم. يعني من الاخر هو عايز الجيم. ما هو الجيم دوت هي طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب انا اجيبها ازاي؟ بسيطه. هو انا عندي المعادله يا صاحبي ص بتساوي 2 س زائد ج. ماشي. هو يمر بالنقطه كام وكام؟ 2 و5. يبقى هقول له كده يا صاحبي 2 و5 تحقق المعادله. هي تحقق المعادله يعني ينفع اعوض بيها عادي. يعني ايه ينفع اعوض بيها؟ خلينا باللون التاني. يعني تبقى الاولى س والثانيه صاد. فممكن اشيل السين واحط مكانها كام؟ 2. والصاد مكانها كام؟ 5. يبقى مكان الصاد كده اكتب 5 بتساوي يا صاحبي مكان السين احط مكانها 2. 2 في 2 ب4. ايوه زائد الجيم. طب ما احنا عايزين الجيم، خلاص ما تجيبها عادي. هو بسم الله الاربعه دي بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. حلو قوي. يبقى الجيم بتساوي يا صاحبي 5 ناقص 4 فيها واحد. كام؟ واحد. يبقى كده طول الجزء المقطوع من محور الصادات هو 1. يبقى طول الجزء اللي هو عايزه طلع ب1 يا صاحبي. بس كده. موضوع سهل وبسيط والدنيا حلوه وجميله مش صعبه على فكره خالص، وكان امتحان لطيف ولذيذ بتاع السنه اللي فاتت ده. بيقول لك بسم الله في الشكل المقابل انا عايز منك زاويه الف. ماشي. انت عندك مثلث هو مديهولك في الف وب وج ومديك الثلاث اضلاع يا صاحبي، مفيش مشكله. انا عشان اجيب زاويه الف انت بسم الله اللي في وش الزاويه القايمه ده كنا بنسميه الوتر. حلو قوي. وبعد كده يا صاحبي اللي في وش زاويه الف ايوه ده بنسميه مقابل عشان اللي في وشها، واللي جنبيه يا صاحبي بنسميه مجاور. فانت بالنسبه لك عشان تجيب زاويه الف فمحتاج يكون عندك يا اما جا او جتا او ظا وكلهم واحد ويطلعوا نفس الناتج. فممكن نجيب انا وانت الجا الف عادي. هو احنا كنا بنقول الجا بتساوي ايه على ايه؟ مقابل على وتر. مقابل على وتر. صح صح. المقابل بكام؟ 1. والوتر بكام؟ 2. يبقى 1 على 2. طبعا انت عندك جا الف بتساوي 1 على 2. كنت انا وانت بنقول عشان نجيب الزاويه بندوس زرار ايه؟ شيفت. بندوس زرار ايه؟ شيفت. تعالى كده نعملها. هنكتب شيفت ساين نص هي تطلع ب 30 بس عشان لو انت مش حافظ نشوفها يا صاحبي كده بتتجاب ازاي على الاله عشان برضه الناس كلها تبقى متابعه الكلام ده. هندوس شيفت ساين ونكتب 1 على 2 نص فتطلع بكام؟ 30. الله ينور عليك. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه زاويه الف يا ابو الصحاب. يبقى اول حاجه بالنسبه لك زاويه الف تطلع بتساوي 30. طب لو حد تاني كان جاب الجاتا الف كان برضه هيجيبها بالشيفت وهتطلع معاه ب 30. حد جابها بالظا هتطلع معاه نفس الزاويه ال 30 مفيش مشكله. طيب تعالى بقى كمل. هو بيقول لك اثبت ان 1 زائد جتا بتساوي 2 جتا تربيع الف.
طب انا هجيبها ازاي؟ انا عايز اجيب حاجتين الاول. اول حاجه تجيب لي يا صاحبي الجتا ج وتجيب لي الجتا الف. بما ان مسمين المثلث بالنسبه لالف فهنجيب اول حاجه جتا الف. تعال نجيب جتا الف. هي الجتا كانت ايه على ايه؟ مجاور على وتر. المجاور بكام؟ جذر 3. والوتر بكام؟ 2. يبقى هقول له كده الجتا جذر 3 على الاتنين. تعالى بقى نشتغل على زاويه الجيم ونجيب منها الجتا جيم. بس لما اكون شغال على زاويه واجي اشتغل على الزاويه الثانيه كنت بشقلب. اخلي المقابل يبقى اسمه ايه؟ مجاور. حلو. واخلي المجاور يبقى اسمه مقابل. ايه؟ حلو قوي برضه. ماشي كده بالنسبه لي هنا انا خلاص الوتر ده ثابت. هو الجتا بتساوي ايه على ايه؟ مجاور على وتر. المجاور بكام؟ 1. حلو. والوتر بكام؟ 2. يبقى 1 على الاتنين. طيب تمام. تعالى بقى نشوف الاثبات. احنا لما كنا بنيجي نثبت يا صاحبي كنا بنمسك اللي قبل اللي يساوي ونقول عليه الطرف الايمن. يبقى الطرف الايمن بتساوي يا صاحبي 1 زائد جتا ج. 1 زائد جتا ج. الجتا ج بكام؟ بنص. حلو. هنكتب على الآلة 1 زائد نص. 1 زائد نص تطلع بكام؟ 3 على 2. 3 على الاتنين. واسمي ده رقم 1 يا صاحبي. اللي بعد اللي يساوي بقى كنا بنسميه الطرف الايه؟ الايسر. الايسر. مين هو الايسر؟ 2 جتا الف اس 2. تعالى بقى نعوض واحده واحده كده بسم الله. يبقى هقول له 2 في جتا الف. هي الجتا الف لسه جايبينها بكام؟ جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 بس عليها ابو الصحاب اس 2. عليها اس 2 عشان هي جتا الف اس 2. طيب هيبقى 2 في جذر 3 في جذر 3 ب 3 على 2 في 2 ب 4. هتضرب دول على الآلة 2 في 3 على 4 تطلع ب 3 برضه على الاتنين واسميها رقم 2. هل إجابة رقم 1 نفس إجابة رقم 2؟ يعني هل الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر؟ يبقى هقول له كده من 1 و2 إذا الطرفين متساويين. إذا الطرفين متساويين. بس كده خلاص. بجد الطرفين بيساووا بعض، الاتنين قد بعض. طيب ما الحمد لله زي الفل. يلا يا صاحبي نخش على اللي بعده. هنا بسم الله في السؤال 14 خلي بالك امتحان 16 سؤال. خلاص ناقص سؤالين والقاهرة خلصت يا صاحبي. هنا القاهرة خلصت. أول حاجة بيقول لك أنت عندك أ ب ج د ده مربع. عندك أ كانت 0 و0 والب 3 وصاد. وكان طول ضلع المربع 5 وحدات فاوجد قيمة صاد الموجبة وتفرق الموجبة. أول حاجة أنت المربع هو يا صاحبي المربع مش لازم ترسمه أنا بس بفهمك لكن أنت هتجيبه بالنظر عادي هاته. أول حاجة يا صاحبي سمي الأضلاع من أي حتة. يعني لو سميت مثلا ديت مثلا أ ودي ب ودي ج ودي د عادي. حد بدأ الألف من هنا أ ب ج د مش فارقة صح مفيش مشكلة. أول حاجة مديك نقطة أ 0 وصفر ومديك نقطة ب يا صاحبي 3 وصفر 3 وصاد. وبيقول لك إن ده مربع يعني جميع أضلاعه متساوية. ده قد ده قد ده قد ده وكلهم ب5 يا صاحبي. لأن هو كده كده قال لك طول الضلع ب5. فكده هو مديني البعد ما بين أ وب بكام؟ 5. بس خلاص. يبقى أنا هقول كده البعد بين أ وب بيساوي 5. هو البعد كان بيساوي جذر كبير فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. او في ناس بتقولها مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يا باشا صح مش مشكله. اول حاجه يا برنس اول حاجه انت هتطرح السينات. انا بحب ابدا من النقطه اللي فيها الحرف اللي انا عايزه. ما بحبش ابدا بالثانيه عشان ما اتلخبطش في اشارات. هقول السينات تربيع فرق السينات اقول مين ناقص مين؟ 3 ناقص 0. ايوه يبقى هقول له كده 3 ناقص 0 اس 2 زائد يا صاحبي فرق الصادات تربيع. اقول مين ناقص مين؟ صاد ناقص 0. صاد ناقص 0 اس 2. صاد ناقص 0 اس 2. كل الكلام ده بتساوي البعد اللي هو كام؟ 5. يبقى الكلام ده كله بيساوي 5. هنبدا نبسط المعلومه دي عشان نجيب الصاد يا صاحبي. تعالى كده بسط واحده واحده. هنعمل جذر تاني وهنقول 3 ناقص 0 ب 3. 3 اس 2 يعني 9 زائد هنقول 0 صاد ناقص 0 بصاد. صاد اس 2 بصاد اس 2 بتساوي 5. هتبدا بقى تبسط ديت عشان تجيب الصدايا يا صاحبي. طيب ابسطها ازاي يا صاحبي؟ بص هتربع الطرفين. اشمعنى؟ اصل الحاجه الوحيده اللي بتطير الجذر التربيعي هو اس 2. فلما ربع الطرفين هتلاقي الجذر مشي مع ده. يبقى كده المساله 9 زائد صاد اس 2 بتساوي
5 في 5 25. كمل يا صاحبي. هي التسعة دي بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. ما انا عايز صاد بس، يبقى هقول له صاد أس 2 بتساوي 25 ناقص 9 فيها كام؟ 16. اللي بيطير بقى أس 2 الجذر التربيعي للطرفين. فيا صاحبي هفك واحدة واحدة، الجذر يطير مع ده يبقى صاد بس بتساوي. لما بناخد الجذر للطرفين كنت بقول لك ما تنساش الموجب والسالب. هي جذر ال 16 بكام؟ 4. هو الإجابة الصح موجب وسالب و4. بس لو أنت بصيت فوق كان عايز صاد الإيه؟ الإيه؟ الموجبة بس. ممكن يقول لك أنا عايز سالبة بس، ممكن يقول لك صاد بس، فأنت لازم تكتب الاتنين. لو قال لي صاد بس يبقى موجب وسالب 4. لكن لو قال لك الموجبة يبقى ما ينفعش تسيبها كده، يبقى كده الصاد اللي هو عايزها اللي هي 4 بس. ماشي. السؤال اللي بعده برضه سهل ولذيذ. بيقول لك اوجد قيمة المقدار ده. جا 30 في جتا 60 ناقص ظا 60 زائد جتا أس 32 أو 30 أس 2. طب أعمل إيه؟ بس خبك هنا ما ينفعش استخدم الآلة، يعني ممكن حد كده يكتبها اسطمبة واحدة على الآلة وده ما يصحش. هو السؤال بيجي لك يقول لك من غير ما تستخدم الآلة، ماشي؟ وحتى ممكن طالب يقعد يكتبها كلها كده على الآلة. يعني ممكن يكتب إيه؟ بص، يكتب جا 30 يقفل قوس جتا 60 يقفل غلط. كده غلط. ما السؤال مقالي فأنت لازم تكتبها مقالي. أول حاجة الجا 30 أنت حافظها بنص، الجا 30 بتساوي نص. طب يا أخي لو أنت مش حافظها، اعملها على الآلة، بس اعملها لوحديها بس. اكتب ساين 30 تطلع بكام؟ نص. خلاص أنا مش حافظها وكتبتها. طبعا مفيش علامة، أكتب إيه؟ في الجتا 60. هي الجتا 60 بنص، أنا مش حافظها أهي. أهو أقوم جايب الآلة كده كوزاين 60 تطلع بكام؟ بنص. بس خلاص هي نص. ناقص يا صاحبي، ناقص الظا 60. الظا 60 بس عليها أس 2. الظا 60 كانت بجذر 3. طب أنا مش حافظها وبصمجي يا باشا عادي، هقوم كاتب كده على الآلة ظا اللي هي تان 60 تطلع بجذر 3. يبقى هكتب جذر 3 بس خلي بالك عليها أس إيه؟ 2. حلو. زائد جتا 30. جتا 30 مش حافظها، هي جذر 3 على 2 مش حافظها أهو. هقوم جاي كوزاين 30 واكتب 30 تطلع بجذر 3 على 2 بس عليها 2. كلها كده قوس أس 2. ماشي. يبقى كده نشيل الآلة عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبة لك. أول حاجة يا صاحبي أنا فكيت واحدة واحدة. الجا 30 يعني نص، مفيش علامة بكتب فيه. الجتا 60 يعني نص، ناقص الظا 60 أس 2 جذر 3 أس 2 زائد الجتا 30 أهو كتبت كوزاين 30 على الآلة طلعت بجذر 3 على 2 الكل أس 2. نبدأ نبسط واحدة واحدة يا صديقي بالآلة أو من غير آلة، بس ما تدخلهاش كلها على الآلة. حاول تعمل لها خطوة تانية عشان هي مقالي. كنا بنقول أنا وأنت بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 1 في 1 بواحد. 2 في 2 ب4. ده أول حاجة. ناقص جذر 3 أس 2 كنا بنقول الجذر في روحه تطلع روح، يبقى جذر 3 بس اللي ينزل. زائد يا صاحبي جذر 3 على الاتنين الكل أس 2. جذر 3 في جذر 3 ب3 على 2 في 2 ب4. دي بقى ممكن الخطوة دي تعملها على الآلة خلاص. طالما عملت الخطوتين دول التالتة ممكن تعملها على الآلة يا صاحبي. لو دخلنا كل ده على الآلة يطلع بكام؟ -2. سالب 2 بس؟ متأكدة؟ يبقى سالب 2 بس. بس كده يا معلم. يبقى كده الإجابة طلعت بسالب 2 يا صاحبي. بس كده بسيطة الحمد لله. ماشي. تعالى يا صاحبي في اللي بعديه. بيقول لك اثبت أن النقط أ وب وج تقع على استقامة واحدة. في ناس بتحلها بالميل وفي ناس بتحلها بالبعد. بص يعني ايه على استقامة واحدة؟ يعني أنا عندي خط كده وعليه نقطة أ وعليه نقطة ب وعليه نقطة ج. كلمة على استقامة واحدة يعني كلهم نفس الميل، كلهم نفس حاجة واحدة. فبنجيب ميل أول نقطتين وبنجيب ميل تاني نقطتين والاتنين يطلعوا بيساووا بعض، يبقى كده على استقامة واحدة. يبقى أنا بجيب الميل بتاع أول نقطتين ميل أ ب. ماشي. وهنجيب كمان يا صاحبي ميل ب ج. هنجيب كده ميل ب ج. يلا بقى نجيب الميل انا وانت. الميل كان ايه على ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. انا وانت كنا بنقول الاولى س والثانيه صاد. الاولى س والثانيه صاد. ادي س وصاد يا صاحبي. قلنا انا وانت فرق الصادات على فرق السينات، بس انا هجيب بين ا وب.
بحب ابدا بالنقطه الكبيره، اقول مين ناقص 2 مين؟ ناقص 1. 2 ناقص 1 على مين ناقص مين؟ 4 ناقص 1. 4 ناقص 1. اول حاجه هيبقى 2 ناقص 1 بواحد، 4 ناقص 1 3، يبقى كده طلعت بتلت. يبقى كده ميل أ ب طلعت بتلت. تعالى انا وانت نجيب بسم الله ميل ب ج. قلنا الميل ايه على ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات. يلا يا صاحبي، بدأنا من دي عادي، بس انا بحب ابدأ بالكبيرة. اقول مين ناقص مين؟ 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 على مين ناقص مين؟ 7 ناقص 4. 7 ناقص 4. طبعا 3 ناقص 2 بواحد. 7 ناقص 4 بكام؟ 3. هل الأول بيساوي التاني؟ طالما الميلين بيساووا بعض يبقى كده هم على استقامة إيه؟ واحدة. يبقى هقول له كده بما أن الميل الأول بيساوي الميل التاني، أو ميل أ ب بيساوي يا صاحبي ميل ب ج. طالما الاتنين بيساووا بعض، وممكن أكتب له كده ب نقطة مشتركة. كتبتها ما كتبتهاش عادي. يبقى هقول له كده إذا أ وب وج على استقامة واحدة. على استقامة واحدة. خلي بالك يا صاحبي كده بفضل الله امتحان محافظة القاهرة كاملا خلص. يلا مع بعض نحل محافظة الجيزة. يلا بقى ابو الصحاب نشوف ولاد الجيزة اللذيذة جالهم ايه السنة اللي فاتت في الامتحان بتاعهم، ونسمي كده الله ونبص واحدة واحدة في الجيزة. بص يا صاحبي، بدأ لهم بسم الله الامتحان بتاعهم بحساب مسلسلات. تعال نشوف قال لهم بقى ايه. أول حاجة بيقول لك إذا كانت الجتا 4 س بتساوي نص، حيث ال4 س دي زاوية حادة. ما بتشغلنيش حاجة زاوية حادة دي غير في أولى ثانوي، لأن في أولى ثانوي بنشتغل على كل الزوايا، إنما دلوقتي وأنت وكده وصغنن بنشتغل على الزاوية الحادة بس. فهو عايز السين بس بكام؟ خلي بالك بقى وركز في السؤال ده. أنا لو قلت على الآلة شيفت عشان عايز أجيب الزاوية كلها، شيفت كوزين نص تطلع بكام؟ بص مش مصدقني؟ تعال نشوف. شيفت كوزين نص، اصل انت مش حافظ انا عارف. شيفت كوزين نص تطلع ب 60، مش مصدقني؟ يلا نشوف يا صاحبي. اهو عشان عايز زاويه بقول شيفت كوزين يعني جتا واكتب نص 1 على الاتنين تطلع ب 60 يا صاحبي. مين بقى اللي ب 60؟ مش السين، اوعى تختار السين ب 60 لا. بص يا ابو الصحاب، الزاويه كلها هي اللي ب 60، يعني هتقول كده 4 س بتساوي 60 يا صاحبي. الزاويه كلها، يبقى تقول شيفت كوزين نص تطلع ب 60. مين اللي ب 60؟ الزاويه كلها اللي هي 4 س. طبعا اوعى تجري وتختار ال 60 يا صاحبي، دي غلط. ليه؟ لان هو مش عايز ال 4 س، ده هو عايز السين بس. فعشان تجيب السين نقسم على الاربعه ونقسم على الاربعه، فتلاقي ده مشي مع ده. يبقى س بتساوي 60 على الاربعه فيها كام؟ 15. يبقى الاجابه 15 يا صاحبي. طيب تمام، اول سؤال الحمد لله كان لذيذ. السؤال اللي بعديه يا ابو الصحاب بيقول لك المستقيم الذي معادلته، انت مديك معادله اهو 2 س ناقص 3 ص عشان لو مش باينه زائد 7 بتساوي صفر، يكون عموديا على المستقيم الذي ميله. يعني عايز ميل المستقيم العمودي على ده. طيب اول حاجه بنجيب الميل العادي اللي هو بتاع المستقيم ده. الميل كان ايه على ايه؟ عكس معامل س على معامل ص. اول حاجه السين جنبيها 2 عكسها تبقى ايه؟ سالب 2. اللي جنب الصاد سالب 3. طبعا السالب مع السالب باي باي، يبقى كده فيها 2 على 3. بس هو مش عايز ده، هو عايز العمودي عليه اهو، عموديا على المستقيم الذي ميله، يعني عايز العمودي. كنا بنقول عشان نجيب ميل العمودي بعمل ايه؟ اشقلب واغير الاشاره، بدل ما ده 2 على 3 يبقى سالب 3 على 2 اللي هي انهي واحده؟ اللي هي ب. طيب تمام، تعالى اللي بعديه. بيقول لك المثلث الذي فيه زاويتين 70 و50 يكون عدد محاور تماثله. خلي بالك بقى ده سؤال تراكمي، ولو عايز عدد المحاور بتاعت الاشكال الهندسيه كلها موجود في الفيديو التراكمي يا صاحبي. فانت بالنسبه لك لو عايز اي سؤال تراكمي موجود في الفيديو اللي على القناه، ولو انت مش عارف توصل له ابعت للرقم ده يا صاحبي. وكده كده ابعت للرقم ده ايا كان انت معانا او مش معانا يا صاحبي،
وقول له دخلني على قناه الجون 011 2 8 4 5 7 1 6 9 عشان على القناه بننزل فيديوهات كتير يا صاحبي، تبقى انت متابعنا اول ما ننزل لك فيديو ليك ان شاء الله. طيب هو دلوقتي عدد محاور تماثل. اول حاجه عشان اعرف محاور التماثل لازم اعرف المثلث ده متساوي الاضلاع ولا متساوي الساقين ولا مختلف الاضلاع. يعني لو المثلث متساوي الاضلاع يبقى بالنسبه لك ليه 3 محاور تماثل، لو متساوي الساقين فليه 1 بس، فلو مختلف الاضلاع ملهوش يعني 0. تمام كده؟ فاحنا عايزين نعرف المثلث. اول حاجه المثلث بالنسبه للزوايا ان هو مديني زاويتين، في زاويه ب 70 وفي زاويه ب 50. ماشي. لو جبت الزاويه الثالثه هقول 180 ناقص وافتح قوس 70 زائد 50 تطلع بكام على البزازه؟ 60. يطلع الزاويه الثالثه ب 60. خلي بالك لو مثلث متساوي الاضلاع هيبقى جميع زواياه متساويه، ده مش متساوي الاضلاع. لو متساوي الساقين هنلاقي زاويتين قد بعض، ده مش متساوي الساقين. طب ده ولا زاويه قد الثانيه، يبقى ده مختلف الاضلاع. ومثلث مختلف الاضلاع عدد محاور تماثله بكام؟ 0. تمام كده يا صاحبي؟ تمام يا صاحبي. تعالى في اللي بعديه وبسم الله. بيقول لك انت عندك ا ب ج ده مثلث قائم في ب، وألف ب بيساوي ب ج، فإن الجا ج بكام؟ طيب بص، احنا هنرسم مثلث قائم زي ما هو قال لي كده. قلنا أي مثلث بنرسم الشكل ده، أدي ألف وأدي ب وأدي ج، مثلث قائم في ب، ماشي. بيقول لك كمان معلومة إن الألف ب بتساوي ب ج، يعني الألف الب ده قد الب ج. طب ما هو لو في ضلعين قد بعض يبقى ده مثلث متساوي الساقين. فلو الضلع بيساوي الضلع يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، فيبقى المثلث كله ب 180 دي ب 90 يبقى الاثنين دول ب 90، يعني دي ب 45 يا صاحبي ودي ب 45. صح كده؟ هو بقى عايز ايه؟ عايز الجا ج. طب ما هو زاويه ج قلنا ب 45، يعني كانه بيقول لك احسب جا 45. نكتب على الاله جا 45. الآلة تطلع كام؟ جذر 2 على 2. جذر 2 على 2 يا صاحبي، اللي هي تبقى الاختيار ب. تمام زي الفل يا ابو الصحاب. تعالى السؤال اللي بعديه. بيقول لي ايه يا صاحبي؟ بيقول لي انت عندك نقطة ألف وعندك نقطة ب، دي سالب 3 عشان لو مش باينة. وكان المستقيم ألف ب بيوازي المستقيم ج د، فإن ميل ج د. طيب بص، انت عندك ألف ب والمستقيمين متوازيين، وكلمة المستقيمين متوازيين يعني الميل الأول بيساوي الميل التاني. فإحنا ميل ألف ب لو جبناه هو ميل ج د. اشمعنى يا صاحبي؟ عشان هما متوازيين. طيب ما هم طالما متوازيين يبقى الميل الأول بيساوي الميل التاني. الميل بنقطتين كان فرق الصادات على فرق السينات. اقول مين ناقص مين؟ 4 ناقص 0. حلو. على مين ناقص مين؟ 0 ناقص سالب 3. سالب في سالب بموجب. 4 ناقص 0 فيها 4. 0 زائد 3 فيها 3، يبقى كده طلع 4 على 3. 4 على 3 يا صاحبي انهي واحد؟ اللي هو ده. يبقى عشان كلمة متوازيين ده معناه ان الميل الاول بيساوي الميل التاني. تعالى السؤال اللي بعديه، ونفس الافكار دي لسه شايفينها في القاهره فوق، عشان تعرف بس ان هما بيسرقوا من بعض الافكار يا صاحبي. الجيزه والقاهره واحد واسكندريه واحد وكلنا واحد، يلا يا صاحبي. بص بقى، بيقول لك الف وب زاويتين حدتين، الجا الف بتساوي الجتا ب. فبيقول لك زاويه الف زائد زاويه ب بكام؟ هو طالما الجا بتساوي الجتا كنا بنقول الزاويتين مجموعهم بكام؟ 90. كنا بنقول لو الزاويتين ب 90 يبقى الجا بتساوي الجتا، فهو بيقول لك الجا بتساوي الجتا يبقى الزاويتين مجموعهم بكام؟ ب 90. السؤال السابع بيقول لك 4 جا 45 في جتا 45. طبعا 4 تنزل، الجا 45 انا حافظها بواحد على جذر 2، والجاتا 45 انا حافظها بواحد على جذر 2، ادخلهم على الاله واطلع الناتج. بس بيني وبينك لو جات لك الفرصه انك تحل السؤال كله على الاله في اختيارات حله. يعني ممكن اصلا طلعه واحده على الاله اقوم كاتب يا صاحبي كده 4 في شرطه كسر 1 على جذر 2، او بلاش بقى تكتب دي، اكتب يا صاحبي جاي 45 على طول. يبقى نمسح ده ونكتب ساين 45، بس لازم تقفل القوس. وبعد كده يا صاحبي جاتا 45 يبقى نكتب كوزاين في كوزاين 45.
يطلع باتنين يا صاحبي على طول، يبقى الاجابه باتنين على طول. هي دي. وخلي بالك لو دخلت دول برضه على الاله هيطلع باتنين، هي بس بقول لك لو انت مش حافظ والسؤال اختيارات فحل على الاله على طول، انت مش ناقصه وجع بطن. يا صاحبي على طول جات لي الفرصه ان احل على الاله حل، لكن السؤال المقالي لا، لازم خطوات لازم. ده سؤال تراكمي يا صاحبي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ابو الصحاب طول الضلع المقابل للزاويه التي قياسها 30 ماشي في المثلث القائم يساوي ايه؟ يساوي ربع ولا نص ولا ضعف ولا ثلث طول الوتر؟ طبعا طول الضلع اللي في وش الزاويه 30 دي نظريه في ثانيه اعدادي، كان نص طول الوتر يا صاحبي، نص طول الوتر. تعال معايا يا ابو الصحاب، بيقول لك بعد النقطه دي عن محور السينات يساوي كام؟ كنت انا وانت بنقول الاولى س والثانيه ص. لما يقول لي بعد النقطه عن محور السينات اشطب اللي قال لك عليها. اتفضل لي الصاد اللي هي بسالب 3 بس مفيش بعد بالسالب، فبنختارها 3 بالموجب بس اللي هي يا صاحبي تبقى دي. طب لو قال لي بعد النقطه عن محور الصادات بشطب الصادات وتبقى الاجابه السينات بس بالموجب. خش بقى على المقال يا صاحبي، خش بقى على المقالي. بيقول لك ايه في المقالي؟ بيقول لك اذا كان المستقيم المر بالنقطتين دول يوازي المستقيم الذي معادلته ده، اوجد قيمه كاف يا صاحبي. هو لو المستقيمين متوازيين، مستقيمين متوازيين، ده معناه ان الميل الاول بيساوي الميل التاني. صح. يبقى هقول له كده بما ان المستقيمين متوازيين، المستقيمين متوازيين، عشان ده مقالي بقى لازم اكتب فيه. يبقى اذا يا صاحبي الميل الاول بيساوي الميل الثاني. تعال انا وانت نجيب الميل الاول واحده واحده كده. تعال نجيب الميل الاول بالنقطتين. كنا بنقول الاولى س والثانيه، الاولى س والثانيه بحب ابدا من اللي فيها حرف، يبقى هبدا من اللي فيها كاف. يبقى هقول مين ناقص مين؟ كاف ناقص واحد. كاف ناقص واحد على مين ناقص مين؟ 5 ناقص 3. 5 ناقص 3 بتساوي يا صاحبي. ده كده الميل الاول. بتساوي بقى الميل اللي من المعادله دي. طبعا على طول لو الصاد واقفه لوحديها يبقى الميل اللي جنب السين اللي هو واحد. يا اما تخلي المعادله صفريه اهو عشان ما تلخبطش، صاد بتساوي س زائد 2. هو لو الصاد واقفه لوحديها يبقى الميل اللي جنب السين على طول، لكن لو انت مش فاهم مفيش مشكله، ودي دي بعكس الاشاره ودي بعكس الاشاره وخليها صفريه. هتبقى صاد ناقص واحد س ناقص 2 بتساوي صفر. الميل كنا بنقول ايه على ايه؟ عكس معامل س على معامل صاد. دي سالب واحد عكسها ايه؟ واحد. واللي جنب الصاد مفيش حاجه يعني ايه؟ واحد. تبقى واحد على واحد فيها كام؟ واحد. هي. طب ماشي، دي مالهاش مقام، مقامها ايه؟ واحد. كنا بنقول لو كسر بيساوي كسر يبقى مقص بيساوي مقص. طبعا اول حاجه 5 ناقص 3 فيها 2. اضرب بقى واحد في كل اللي فوق، واحد في كاف بكاف. حلو، واحد في واحد بواحد. حلو بتساوي واحد في 2 ب2. احنا بقى عايزين الكاف. خلي الكاف تقف لوحديها يا صاحبي. الواحد ده بالسالب يروح بالايه؟ بالموجب. يبقى كده بسم الله الكاف بتساوي 2 زائد 1 يعني بتساوي كام؟ 3. يبقى الكاف اللي هو عايزها بتساوي 3. يبقى طالما كلمة المستقيمين متوازيين ده معناه إن الميل الأول بيساوي الميل التاني. فل تعالى هنا. بيقول لك إيه يا صاحبي؟ بيقول لك مستقيم ميله، ده السؤال 11، مستقيم ميله 2 ويمر بالنقطة سالب 1 و3، عايز معادلة المستقيم. أول ما كان بيقول لي أنا عايز المعادلة كنت بقول له يا صاحبي الصورة العامة للمعادلة. الصورة العامة للمعادلة كانت إيه؟ صاد بتساوي م س زائد ج. حلو قوي. ده كده اسمها الصورة العامة للمعادلة. هو بسم الله ابو الصحاب بيقول لك الميل ب2 يعني الميم ب2، يعني ممكن اشيل الميم واحط مكانها كام؟ 2 بس خلاص. يبقى اقول له كده صاد بتساوي 2 س زائد ج. دي كده يا صاحبي المعادلة، بس اكتملت ولا اتفضل حتة؟ اتفضل حتة. عايز اجيب الجيم. طب واجيب الجيم منين يا جول؟ من النقطة. ما احنا قلنا الجيم بتتجاب بايه؟ بنقطة. محتاج النقطة يا صاحبي. يبقى اقول له كده النقطة سالب 1 و3 تحقق المعادلة. ما هي طالما تمر بيه يبقى تحقق المعادلة. يعني ايه تحقق المعادلة؟ يعني الأولى س والثانية صاد. أشيل السين وأحط سالب 1 وأشيل الصاد وأحط 3. يبقى هقول 3 بتساوي
اشيل السين واحط سالب 1 يبقى 2 في سالب 1 بسالب 2 زائد الجيم. احنا بس عايزين الجيم. الاتنين دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى انا عندي كده الجيم بتساوي 3 زائد 2 فيها 5. كام؟ 5. يبقى كده الجيم ب5 يا صاحبي. يبقى كده المعادلة أصبحت تقول إيه؟ ص بتساوي 2 س زائد 5. دي كده المعادلة. هو عايز المعادلة أديني جبت له المعادلة. ماشي زي الفل. ده كده المطلوب الأول. بيقول لك عايز إحداثي نقطة تقاطعه مع محور الصادات. هو تقاطع مع محور الصادات يعني السين مش موجودة يعني بصفر. حط السين بصفر وشوف الصاد تطلع بكام. فين؟ في المعادلة اهي. انت المعادلة عبارة عن ص بتساوي 2 س زائد 5. احنا حطينا قلنا ايه؟ حطينا قلنا السين بصفر. يبقى السين دي بصفر. يبقى صفر في 2 بصفر. يبقى الص بتساوي صفر زائد 5 يعني 5 بس. يبقى كده نقطة التقاطع اللي هو عايزها نقطة التقاطع مع محور الصادات مع الصاد. قول لي بقى بتساوي ايه وايه؟ السين بكام؟ صفر. بصفر. والصاد جبناها بكام؟ 5. يبقى هي دي نقطة تقاطع صفر و5. ماشي. يبقى كده المطلوبين اللي هو كان عايز المعادلة وكان عايز النقطة دي، جبت له الاتنين خلاص. طب لو قال لي نقطة تقاطع مع محور السينات احط الصاد بصفر واجيب قيمة السين. ماشي يا ولاد الجيزة، ماشي يا جيزاوية على مين؟ قول لي بقى يا معلم بقى. بيقول لك اثبت ان النقط أ وب وج ود هي رؤوس المثلث أ ب ج د المستطيل. طيب كنا ممكن نجيب البعد ماشي وممكن نجيب الميل. أنا الأسهل براحتك، هو ما حددش، فممكن أجيب الميل وممكن أجيب البعد. كان المستطيل كل ضلعين متتاليين متعامدين، وكانت الأقطار غير متعامدة. فاحنا لو هنجيب الميل 6 مرات، ولو هنجيب البعد هنجيب البعد 6 مرات. احنا اتعودنا كتير نحلها يا صاحبي بالبعد. تعال نحلها بالميل دلوقتي. هو ما شوتش عليا، ممكن يشوت. اول حاجه هنشتغل بقى. بص، هو المستطيل اسمه ا ب ج د. الضلع الاول اسمه ا ب، يبقى هنجيب اول حاجه ميل ا ب، وبعد كده هنجيب التاني اللي هو ايه؟ ب ج. هنجيب ميل ب ج. ماشي. وبعد كده يا صاحبي هنجيب كده، هنكمل ميل ج د، يبقى هنجيب كده ميل ج د. وبعد كده هنجيب ميل ايه؟ أ د. ده كده الاربع حاجات ميل ا د. قشطه. وبعد كده بقى بعد ما نجيب دول نجيب الاقطاب. هقول لك تجيبهم ازاي. ماشي. اول حاجه قلنا الميل فرق الصادات على فرق السينات. طبعا دي نقط، يبقى الاولى س والثانيه ص، الاولى س والثانيه ص، س وصاد س وصاد. هبدا من البي عشان البي الكبيره. هقول مين ناقص مين؟ 5 ناقص 1. 5 ناقص 1 على مين ناقص مين؟ 4 ناقص 0. 4 ناقص 0. 5 ناقص 1 4. وعلى 4 ناقص 0 4. 4 على 4 فيها كام؟ 1. يبقى الميل الاول طلع بواحد. هما لازم يطلعوا متعامدين. المستطيل كل ضلعين متتاليين متعامدين، فاحنا هنجيب الاربع اضلاع اللي هم الاربع ميلات. ماشي. تعال نجيب كده انا وانت ميل ب ج. يلا بالصحاب، ادي الباء اهي وادي الجيم اهي. براحتك ابدا من هنا او من هنا مش فارقه. اقول مين ناقص مين؟ 5 ناقص 8 على مين ناقص مين؟ 4 ناقص 1. 5 ناقص 8 سالب 3 على 4 ناقص 1 3. سالب 3 على 3 فيها سالب ايه؟ سالب 1. نضربهم في بعض. نضرب دول في بعض. نضرب 1 في سالب 1 تطلع بسالب 1. طالما ضربهم سالب 1 يبقى دول متعامدين ولا مش متعامدين؟ متعامدين. يبقى كده أول ضلعين متتاليين متعامدين. ماشي. تعالى يا صاحبي نجيب الميلين التانيين كده وبسم الله. تعالى كده بسم الله نجيب ميل ج د. احنا قلنا الميل فرق الصادات على فرق السينات. ميل ج د يا صاحبي. يلا قول لي مين ناقص مين؟ 8 ناقص 4. 8 ناقص 4 على مين ناقص مين؟ 1 ناقص سالب 3. صح كده، سالب في سالب بموجب. أول حاجة 8 ناقص 4 4. 1 زائد 3 4. 4 على 4 فيها إيه؟ 1. حلو. تعال نجيب أنا وأنت ميل أ د. خلي بالك يحولك كلب أ أهي والدال أهي تحولش. أقول مين ناقص مين؟ 1 ناقص 4. حلو. على مين ناقص مين؟ 0 ناقص سالب 3. صح كده، سالب في سالب بموجب. أنا عندي 1 ناقص 4 سالب 3. حلو. 0 زائد 3 3 يبقى تطلع بسالب 1 يا سالب 1. صاحبي.
نضرب دول في بعض، نضرب دول في بعض، نضرب واحد في سالب واحد تطلع بسالب واحد، يبقى متعامدين ولا مش متعامدين؟ متعامدين. متعامدين يا صاحبي، يبقى كده دول كمان متعامدين. يبقى كده بالنسبه لي دول متعامدين ودول متعامدين. نجيب بقى بعد كده يا صاحبي، نصغرها بس شويه كده عشان نعرف نكتب تحتيها. نجيب بقى الاقطار يا صاحبي. طب الاقطار دي بتتجاب ازاي؟ بص، بيتجاب الحرف الاول مع الثالث، يبقى هنجيب ميل ألف جيم. الف ج، وبعد كده الحرف الثاني مع الرابع اسمه ايه؟ ب ب د. د، يبقى هنجيب ميل ب د. يلا نجيب الاثنين دول. دول بقى مش هيطلعوا متعامدين عشان الاقطار مش متعامده. طب لو طلعوا متعامدين يبقى ده مربع، لان المربع كل ضلعين متتاليين متعامدين والاقطار متعامده، لكن المستطيل الاقطار مش متعامده. يبقى هنجيب ميل الف ج. يلا، اول حاجه الالف اهي والجيم اهي اهي عشان ما تحولش حوالين الكلاب اهو. قول لي مين ناقص مين؟ 8 ناقص 1 على مين ناقص واحد مين؟ ناقص صفر. 1 ناقص 0. 8 ناقص 1 سبعة على ب7، الواحد. 1 ناقص 0 ب1، يعني 7 على الواحد ب7. ماشي. تعال نجيب ميل ب د. يلا يا حويلك كلب اهو اهو، ادي الب اهي وادي الدال اهي. قول لي مين ناقص مين؟ 5 ناقص 4. 5 ناقص 4 على مين ناقص مين؟ 4 ناقص سالب 3. 4 ناقص سالب 3، سالب في سالب بموجب. انا عندي 5 ناقص 4 واحد. 4 و3 واحد. 7. 7. 4 زائد 3 7. حلو. نضربهم بقى في بعض يا صاحبي، نضربهم في بعض. يبقى اقول 7 على الواحد في 1 على السبعة، فيطلع بواحد يا صاحبي. واحد يعني مش متعامدين، المتعامدين يطلعوا سالب واحد بس، يبقى دول يا صاحبي غير متعامدين. طب اقول له بقى ايه يا جون؟ بص يا صاحبي، هقول له بما ان كل ضلعين متتاليين كانوا متعامدين، ماشي، والاقطار غير متعامده. الاقطار غير متعامده. طالما الاقطار غير متعامده يبقى انت عندك اذا الشكل مستطيل، وده اللي هو كان عايزه. كل ضلعين متتاليين متعامدين والاقطار غير متعامده يبقى الشكل مستطيل. مساله طويله شويه بس خلي بالك سهله. احنا جبنا الميل 6 مرات، فاللي يعرف يجيبه مره يجيبوا الثانيه يجيبوا الثالثه يجيبوا السادسه وعادي. ماشي، نكبر سبورتنا ونشوف اللي بعديها. اللي بعديها يا صاحبي دي عشان لو مش واضحه، ده 13 ودوت 5. ماشي. بيقول لك انت عندك مثلث وده قائم في ب. بيقول لك أ ب ب5 والألف ج ب13، فعايز أول حاجة الب ج ده. ماشي. ده مثلث قائم فيه ضلعين، عايز الضلع التالت. بس استنى، الضلع التالت وتر ولا ضلع عادي؟ اللي في وش الزاوية القايمة ده الوتر، يبقى ده ضلع عادي. فلو عايز اجيب الضلع العادي كنا بنقول بنظريه فيثاغورس ربع اطرح جذر، او بقول جذر اكتب الوتر تربيع 13 تربيع ناقص الضلع العادي تربيع، يبقى 5 تربيع يطلع ب 12. يطلع ب 12، يبقى الب ج طلع ب 12 يا صاحبي، يبقى الضلع الثالث طلع ب 12. هو بقى عايز ايه السؤال الثاني؟ قيمه 13 جتا الف ناقص 12 ظا ج. يبقى احنا لازم نجيب حاجتين، جتا الف وظا ج. يبقى لازم كده يا صاحبي على جنب نجيب كده بالصحاب، نجيب جتا الف ونجيب ظا ج. يلا هاتهم لي. اول حاجه يا صاحبي، اول حاجه اللي في وش زاويه ج ده مقابل، والضلع الثالث مجاور. احنا عايزين ايه بالنسبه لجيم؟ عايزين ظا ج. هي الظا كانت ايه على ايه؟ مقابل على مجاور. حلو. المقابل بكام؟ 5. والمجاور 12. يبقى كده 5 على 12 زي الفل. تعالى بقى يا صاحبي نشتغل على زاويه الف عشان نجيب جتا الف. طبعا لما باجي اشتغل على الزاويه الثانيه بشقلب، المجاور اسميه ايه؟ مقابل. حلو. والمقابل اسميه ايه؟ مجاور. يلا معايا واحده واحده بسم الله. الجتا بتساوي ايه على ايه؟ مجاور مجاور على على وتر. المجاور بكام؟ 5. ب5. والوتر 13. حلو قوي، انت جبت الاثنين دول. تعال بقى نجيب قيمه اللي هو عايزه. هو عايز 13 في جتا الف. الجتا الف بكام؟ 5 على 13. يبقى اكتب 5 على 13 ناقص 12 في الظا ج. هي الظا ج بكام؟ 5 على 12. حلو قوي. ادخل ده على الاله، او حتى من غير اله لو معيش انا ممكن اشطب ال 13 مع ال 13 اتفضل لي 5، ال 12 مع ال 12 اتفضل لي 5. 5 ناقص 5 بتساوي ايه؟ 0. او ممكن ادخلها على البزازه يطلع برضه بصفر. بجد يا حبيبي. خش على السؤال رقم، خد
السؤال رقم 14. السؤال ده نفسه جه في القاهره في ال 25 وجه في الجيزه عشان تبقى عارف، اهو نفس السؤال. بيقول لك اثبت ان النقط دي على استقامه واحده. كل واحد كده يا جدعان في الكومنتات يقول لنا هو محافظه ايه كده، عايزين نشوف المحافظات اللي موجوده معانا متابعانا، عايزين نشوف كده المحافظات يا صاحبي. يلا عشان نثبت ان الثلاث نقط على استقامه واحده، تعالى معايا. قلنا بنجيب ميل ا ب وبنجيب ميل ب ج ويطلعوا الاثنين بيساووا بعض، يبقى انا كده خلصت الاثبات. ميل ا ب ونجيب كمان ميل ب ج. احنا قلنا يا صاحبي الميل فرق الصادات على فرق السينات. طب ما يلا يا ابو الصحاب، انا وانت قلنا الاولى س والثانيه صاد. ادي س وايه؟ وصاد. ادي س وايه؟ صاد. يلا صاحبي. ا ب اقول مين ناقص مين؟ 3 ناقص 1. 3 ناقص 1 على مين ناقص مين؟ 4 ناقص 1. 4 ناقص 1. 3 ناقص 1 فيها كام؟ 2. 4 ناقص 1 فيها كام؟ 3. فيها 3، يبقى كده 3 على 2 على 3. ماشي. تعال نجيب ميل ب ج. يلا قلنا الميل فرق الصادات على على فرق فرق السينات. السينات. مين ناقص مين؟ 1 ناقص سالب 3. 1 ناقص سالب 3 على مين ناقص مين؟ 1 ناقص سالب 5. 1 ناقص سالب 5. سالب في سالب بموجب. سالب في سالب بموجب. هنا 1 زائد 3 4. و1 زائد 5 6. يبقى لو كتبنا على الآلة 2 على 3 2 على 4 على 6 فيها كام؟ 2 على 3. حلو. هل الميل الأول بيساوي الميل التاني؟ اه. يبقى هم على استقامة واحدة. يبقى هقول له كده صاحبي بما أن ميل أ ب ماشي بيساوي ميل ب ج بيساوي ميل ب ج، يبقى إذا أ وب وج على استقامة واحدة. ماشي على استقامة واحدة يا ريس، زي الفل. تعالى يا ابو الصحاب اللي بعديه، خد ده سؤال الناس كلها دايما بتشتكي منه بتاع نقطة المنتصف. تعالى نشوفه يا صاحبي عشان ما تبقاش بتشتكي منه ان شاء الله. بيقول لك اذا كانت ان ج منتصف ا ب، عندك ا بس فيها س وعندك ب، فهو عايز يجيب س ناقص ص. طيب بص يا صاحبي، السؤال ده دايما بيجنن الناس فركز فيه. انا السؤال ده عشان يبقى سهل بالنسبة لي اما بيجي لي بعمل خط. طبعا دي مش رسم، ده حاجة عبيطة كده عشان افهم بيها الدنيا. بيقول لي ج منتصف ا ب، فبقول له ج في النص وهنا ا وهنا ب. ممكن اكتب هنا ب وهنا ا، مش فارقه بدل ا بالب، بس اهم حاجه تكون الجيم هي اللي في النص يا صاحبي. هو مديني الجيم 4 وصاد، يبقى عندي الجيم 4 وصاد يا ابو الصحاب، والف س وسالب 3، يبقى عندي الالف س وسالب 3، وعند الب 6 و5. احنا ما عندناش غير قانون واحد بس بتاع النقطه اللي في النص. كنا بنقول نقطة المنتصف بتساوي ايه على ايه؟ مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. يبقى أول حاجة كنت بعملها بكتب النقطة اللي في النص اللي هي عبارة عن 4 وصاد. يلا بقى وأنا بجيبها كنا بنقول ايه على ايه؟ مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. قول لي مين زائد مين؟ س زائد 6 على 2. كده جمعت السينات على الاتنين، خلاص انسى بقى اللي في النص احنا كتبناها. واقول مين زائد مين؟ سالب 3 زائد 5 سالب 3 زائد 5 على كام؟ على 2. الاتنين. تعالى بقى معايا، هو بسم الله عندنا زوجين مرتبين بيساووا بعض، كنت بقسم سبورتش نصين واقول المسقط الاول بيساوي ايه؟ المسقط الأول. والمسقط الثاني بيساوي ايه؟ المسقط الثاني. يلا بقى معايا واحده واحده بالصحابه، اقول مين بيساوي مين. انا بحب ابدا من اللي فيها الحرف. س زائد 6 على الاتنين بتساوي كام؟ 4. والمسقط الثاني بتساوي المسقط الثاني، فهقول له ص بتساوي سالب 3 زائد 5 على الاتنين. ماشي. هنا دي ملهاش مقام، مقامها ايه؟ 1. قلتش مقص يا ابو الصحاب. اضرب 1 في كل اللي فوق، 1 في س بس. و1 في 6 6 بتساوي 2 في 4 ب8. حلو. الواحد ده بالموجب بيروح بالايه؟ الستة دي بالموجب بتروح بالايه؟ بالسالب. يبقى س بتساوي 8 ناقص 6 فيها كام؟ 2. حلو. ص بتساوي هندخل كل ده على البزازة. سالب 3 زائد 5 على الاتنين تطلع فيها 1. 1. هو مش عايز س وصاد، ده هو عايز س ناقص صاد. بسيطة يا عم. س ناقص صاد. السين ب2 ناقص الصاد ب1. 2 ناقص 1 فيها كام؟ 1. بس خلاص. يا جدع والله العظيم ده موضوع حلو يا باشا. احنا كنا بناخد في الحصه اتقل من كده بكتير. جيزه ايه اللي تفرق معانا وقاهره ايه يا باشا؟ احنا الحمد لله معتمدين ان شاء الله هتحل يا باشا وتقفل بفضل الله، وتدعي لي وانت في اللجنه. اخوك الجون برضه يا صاحبي واقف معاك اهو.
تعالى بسم الله نبص على السؤال ده. بيقول لي عايز قياس زاوية س يا صاحبي. بيقول لك 2 ج س بتساوي 4 جتا 30 ناقص ظا 60. أول حاجة 2 ج س طبعا من غير آلة الكلام ده بتساوي 4 جتا 30 ناقص ظا 60. أفك كل واحدة لوحديها. أول حاجة 2 ج س تنزل زي ما هي. 4 جتا 30 يبقى هكتب 4 في الجتا 30 مش حافظها، اعملها على الآلة لوحديها كده. اكتب كوزاين 30 تطلع بكام؟ جذر 3 على 2. تطلع بجذر 3 على 2 ناقص الظا 60 مش حافظها، اعملها على الآلة على طول. اكتب على الآلة ظا 60 جذر 3. جذر 3 ماشي. ممكن بقى تقعد تبسط وتشطب 2 من هنا مع الاتنين من هنا، يا اما تدخل كل دي على الآلة على طول. يبقى هتقول 2 ج س بتساوي كام؟ جذر 3 على 2. جذر 3 على 2. متأكدة؟ مش حاسس، لا. نجرب على بزازتنا يا باشا. نكتب على بزازتنا بسم الله كده تطلع بجذر 3 بس تقريبا. هنكتب 4 هي جذر 3 بس. في جذر 3 على الاتنين. ماشي 4 في جذر 3 على 2. نطلع فوق شوية ونكتب ناقص جذر 3 بس. ايوه طيب بجذر 3. تطلع بجذر 3. يبقى كده جذر 3. وعشان نجيب السين هنقسم على اللي جنبيها على الاتنين وهنا على الاتنين. يبقى كده ج س بتساوي دي اللي بتساوي جذر 3 على الاتنين. بس هو مش عايز دي، هو عايز الزاوية. فأنا وأنت كنا بنقول عشان نجيب الزاوية مفتاح أي زاوية أدوس إيه؟ شيفت. فأدوس يا صاحبي شيفت أهي. دي ساين يبقى ساين ماشي جذر 3 على الاتنين شرطة كسر جذر 3 على الاتنين 60. تطلع ب 60 يا صاحبي. خش بت. يبقى كده يا صاحبي الزاوية قياس زاوية س هتطلع بتساوي 60. هو كان عايز الزاوية كده يا صاحبي. ادي محافظة الجيزة كاملة. يلا بينا نشوف الاسكندرية. يلا يا صاحبي بقى نشوف الاسكندرانية جالهم الامتحان بيقول ايه 2025. بسم الله كده وجمال الاسكندرانية. خلي بالك لو في اي حد مش موجود قلت لك على قناة الواتس يبعت للرقم ده يا صاحبي ويقول له دخلني على قناتي الجون ايا كان محافظتك ايه عشان هننزل اسئله كتير جدا هتلاقيهم زيها في الامتحانات. الرقم اكتبه عندك يا صاحبي وابعت على الواتس دلوقتي 011 28 45 71 69 يا صديقي. اول حاجه السؤال ده لسه حلين اخوه في الجيزه. خلي بالك انت بقى اهو. بيقول لك بعد النقطه دي عن محور الصادات. طبعا كنا بنقول الاولى س والثانيه ايه؟ صاد. فلما يقول لي بعد النقطه عن محور الصادات بشيل الصاد. يتفضل لي سالب 4. اوعى تقول سالب 4 عشان مفيش بعد بالسالب. باخدها بالمطلق باخدها بالموجب يبقى 4 بس. اللي بعديه بيقول لي مكعب طول حرفه 8 فإن حجمه. هو حجم المكعب كان إيه؟ طول الحرف في نفسه. يعني بضرب التلاتة في بعض. إزاي؟ يعني بضرب 8 في 8 في 8 أو 8 أس 3 تطلع بكام على البزازة؟ 512. 512. راح فين؟ 512 اللي هي دي. ده سؤال تراكمي أهو تراكمي. اتفرج على الأسئلة التراكمية بتاعت أولى وتانية إعدادي يا صاحبي. اللي بعديه برضه سؤال تراكمي عشان تعرف التراكمي بيجي كتير إزاي. بيقول لك مجموع قياسات الزوايا الداخله للشكل الرباعي. بص خليك عارف ان المثلث مجموع زوايا المثلث مثلث 180. لو عايز الشكل اللي بعديه مجموع زوايا بتاع الشكل الرباعي ازود 180. يعني اقول 180 زائد 180 360. طب لو عايز الشكل اللي بعديه اللي هو الشكل الخماسي يبقى هزود 180. نكتب كده على البزازه 360 زائد 180 540. تطلع ب 540. لو عايز الشكل السداسي ممكن يقول لك في امتحان انا عايز مجموع الزوايا الداخليه للشكل السداسي يبقى 540 زائد 180 تطلع كام؟ 720. 720 بس كده خلاص. يبقى الشكل الرباعي 360 يا صاحبي اهو. تعالى اللي بعديه بيقول لك اذا كان المثلث ا ب ج قائم الزاويه ب الجتا ا زائد الجتا ج. خد بالك بقى هو قائم الزاويه في ب يعني ب دي ب 90 يبقى كده انت عندك زاويه ا وج الاثنين دول مع بعض ب 90.
عشان لسه قايلين المثلث ب 180. فلو مجموع الزاويتين ب 90 يبقى الجا بتساوي ألف الجتا. بتساوي جتا جيم. جيم. حلو. فأعمل إيه بقى؟ الجا ألف دي تنزل زي ما هي، ماشي، زائد هو الجتا جيم بتساوي إيه؟ جا ألف. فمكان الجتا جيم أحط مكانها جا ألف. فيبقى انت عندك جا الف وجا الف، كام جا الف؟ 2 جا الف، يبقى دي بتساوي 2 جا الف. تاني يا صاحبي، الجا الف تنزل. طب الجتا جيم، ما هو قلنا الجتا جيم هي جا الف، فشلت الجتا جيم وحطيت جا الف عشان الاثنين حاجه واحده، ماشي. يبقى جا وجا، كام جا هي دول؟ جهتين، يبقى 2 جا الف اللي هي دي. ولو ما فيش ديت كنت اعمل الحل الثاني، اعمل ايه؟ اسيب الجتا زي ما هي، جتا جيم، زائد مكان الجا الف ممكن احط مكانها ايه؟ جتا جيم. ما هو كده كده الاثنين بيساووا بعض، الجا هي الجتا والجتا هي الجا، فيبقى جتا جيم وجتا جيم، كام جتا؟ 2 جتا جيم. لو دي موجوده في اختيارات كنت اخترتها. هتقولي ما هو في 2 جتا اهو، لا دي 2 جتا الف، انما اللي احنا طلعناه 2 جتا جيم، يبقى دي صح ودي صح بس على حسب اللي موجوده في الاختيارات. ليه عملنا كده؟ عشان مجموع الزاويتين ب 90 يبقى الجا بتساوي الجتا، يبقى الجا بتساوي الجتا. يلا يا صاحبي، هوب تعالى هنا. بيقول لك يا ابو الصحاب الظا 3 س بتساوي جذر 3. فهو عايز السين الزاويه، ماشي. انا بحط ايدي على الزاويه كلها يا صاحبي اللي هي 3 س دي، واقول شيفت ظا جذر 3. شيفت ظا جذر 3 تطلع بكام؟ 60. يبقى الزاويه كلها ب 60 اللي هي 3 س بتساوي 60. فعشان اجيب السين بس يا صاحبي اقسم على الكام؟ على التلاتة. واقسم على الكام؟ على التلاتة. فهتلاقي ان دي مشيت مع دي، يبقى السين بتساوي 60 على التلاتة فيها كام؟ 20. 20. يبقى الاجابه طلعت ب 20 يا صاحبي، اللي هي تبقى اول اجابه. طبعا بيكون عندنا 9 اسئله اختيارات، فالاختيارات مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك أ ب ج ده مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه في ب. بيقول لك الظا أ بتساوي ايه؟ طب استنى، هو لو مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه ب، اعمل مثلث اسمه ب الزاويه القايمه، حط هنا مثلا أ وهنا ج، ماشي. ايه اللي بيتم بقى؟ بيقول لك ان المثلث ده متساوي الساقين، يعني في ضلعين بيساووا بعض، وطالما الضلعين بيساووا بعض يبقى الزاويه دي ب 45 والزاويه دي ب 45، عشان 45 و45 90 ودي ب 90 يبقى كله ب 180. فهو عايز يا صاحبي الظا ألف. طب هي ألف بكام؟ 45. يبقى نكتب على الآلة ظا 45 تطلع واحد. بكام؟ 1. يبقى كده الإجابة الصح 1. طب تعالى يا صاحبي نبص على اللي بعديه، اللي بعديه بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندي نقطة ألف وعندي نقطة ب، فعاوز منك نقطة المنتصف ألف ب. فأنا وأنت قلنا النقطة اللي في النص كانت بتساوي إيه على إيه؟ مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. يبقى نقطة المنتصف، نقطة المنتصف بتساوي يا صاحبي مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. أنا وأنت كنا بنقول الأولى س والتانية صاد. الأولى س والتانية صاد. أقول مين زائد مين؟ سالب 2 زائد سالب 2 على الاتنين. وأقول مين زائد مين؟ 5 زائد سالب 1 على الاتنين. يلا نطلع الإجابة. أول حاجة يا صاحبي قلنا أنا وأنت موجب في سالب بإيه؟ بسالب. سالب 2 وسالب 2 بسالب 4 على الاتنين فيها سالب 2. أو اعملها على الآلة، اكتب على الآلة ناقص 2 ناقص 2 على الاتنين تطلع بسالب 2. ماشي. وعندك موجب في سالب بسالب 5 ناقص 1 4 على الاتنين فيها 2. يبقى الإجابة سالب 2 و2 اللي هي واحدة. الإجابة الأولى. أوكي يا معلم. تعالى اللي بعديه بيقول لك بسم الله المستقيمين متعامدين. الأول بكاف على الاتنين والتاني بسالب 2 على التلاتة، فهو عايز الكاف. هو لو كانوا متعامدين يا صاحبي كان شرط التعامد م 1 في م 2 بتساوي ايه؟ سالب 1. شرط التعامد م 1 في م 2 بتساوي سالب 1. م 1 اللي هو كاف على الاتنين في م 2 اللي هو سالب 3 سالب 2 سالب 2 على سالب التلاتة. 2 على التلاتة بتساوي سالب 1 يا صاحبي. ماشي زي الفل. السالب ممكن يتيهم مع السالب عادي، والاتنين يتيهم مع الاتنين عادي. يبقى اتفضل لي فوق كاف وتحت يا صاحبي 3 بتساوي يا صاحبي 1. قلتش مقص،
انت كان ممكن تضرب مقص على طول، بس انا قلت ابسطها لك الاول عشان تبقى في اللذيذ يا صاحبي. طبعا دي ملهاش مقام، مقامها ايه؟ واحد. انا وانت قلنا لو كسر بيساوي كسر يبقى مقص بيساوي مقص. واحد في كاف بكاف. بكاف، 3 في واحد تلاتة. بتلاتة، يبقى كده الكاف اصبحت بكام؟ 3. يبقى الكاف اصبحت بتلاتة اللي هي دي. تعالى في اللي بعده يا صاحبي. بيقول لك بسم الله، انت عندك أ ب ج ده مثلث قائم في ب، وأ ب بستة وقياس زاوية ج ب30، عايز الضلع طول الضلع ب ج. طيب ده سؤال تقريبا من تاني اعدادي، ولكن هو رابط لك الكلام كله ببعض. بيقول لك ان انا عندي مثلث قائم في ب، يبقى الزاويه القائمه هنسميها ب. طبعا هنا الف وهنا ج، او هنا ج وهنا الف، مش فارقه. بيقول لك يا صاحبي، بيقول لك ان ا ب بستة اهو، وزاويه ج ب30، حلو، فهو عايز الضلع ب ج ده. فكلنا عارفين يا صاحبي، انت عندك الضلع اللي في وش الزاويه 30، او اللي في وش الزاويه القايمه وتر. عندك بقى نظريه من تانية اعدادي بتقول لك طول الضلع اللي في وش الزاويه 30 نص طول الوتر. فلو اللي في وش الزاويه 30 بستة، يبقى الوتر الكبير بكام؟ 12. عشان يبقى نص ال 12 6. او لو عندي ده 6 يبقى ده 12. اللي في وش الزاويه 30 نص الوتر، طب ده 6 يبقى اصله كان كام؟ 12، اللي هو 6 في 2 ب 12. كده عندك مثلث قائم فيه ضلعين، الوتر وضلع تاني. هل تعرف تجيب الضلع العادي؟ في زهورس جده بيقول لي ربع ربع اطرح جزر. فلو عايز اجيب الب ج بتساوي شرطة كسر، جذر جذر. اكتب الوتر تربيع 12 تربيع ناقص 6 تربيع، نكتبهم على الآلة. جذر 12 تربيع ناقص 6 تربيع تطلع بكام؟ 6 جذر 3. 6 جذر 3، يبقى ده الضلع اللي هو عايزه، الضلع التالت. ماشي زي الفل، خلصنا الاختيارات، نخش على المقالي. خد. بيقول لي يا صاحبي حل على جميع الأسئلة الموضحة بدون استخدام البزازة، اوجد س من غير بزازات، اوعى تستخدم بزازتك. بيقول لك الظا س بتساوي 4 جا 60 في جا 30. طيب هو بيقول لك ظا س بتساوي 4، مفيش علامة اكتب فيه. الجا 30 حافظها مش حافظها، اعملها على الآلة بس لوحديها، لكن ما ينفعش الكل يدخل كل ده على الآلة، لكن لو عملت كل واحدة لوحديها عادي. هي الظا 60 بكام؟ الجا 60 جذر 3. الجذر جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 صح. في يا صاحبي مفيش علامة يعني في. الجا 30 بكام؟ بنص. بنص. فطبعا 2 في 2 ب4، فممكن الاربعه دي تيجي مع الاتنينتين، او ممكن تدخل دول على الآلة عادي مش مشكلة، اهم حاجة عملت الخطوة الأولى من غير آلة. فهتقول له كده ظا س بتساوي، لما دخلت دول على الآلة يطلع بجذر 3. جذر 3. جذر 3. طب الوقت يا باشا انت عايز تجيب زاوية س، هو احنا كنا بنقول مفتاح اي زاوية بدوس ايه؟ شيفت. شيفت ظا جذر 3. تطلع زاوية س بكام؟ 60. تطلع زاوية س بتساوي 60 يا ابو الصحاب. يبقى انا جبت الزاوية اهي، وفي ناس اصلا حافظاها ان الظا 60 بتساوي جذر 3، فبتكتب 60 على طول. حلو قوي يا معلم. تعالى السؤال ده، خبرك السؤال ده جه في القاهرة. جه في القاهرة، انت بتتفرج على الفيديو هو كامل. جه في القاهرة، وجه واحد شبهه في الجيزة، وجه في اسكندرية، عشان تعرف ان هم بيغشوا الاسئلة من بعض. بيقول لك ايه يا ابو الصحاب؟ اثبت ان المستقيم المر بالنقطتين دول يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب زاوية 45. هو شرط التوازي كان ايه؟ الميل الاول بيساوي الميل التاني. فهنجيب يا صاحبي ميم واحد وهنجيب يا صاحبي ميم اتنين ونشوفهم بيساوي بعض، يبقى انا خلصت باي باي. تعال نجيب يا صاحبي كده الميلين. طبعا الاولى س والثانيه ايه؟ صاد. س وصاد يا صاحبي. انا بحب ابدا من الموجب، اقول مين ناقص مين؟ 5 ناقص سالب 2. 5 ناقص سالب 2، ما هو فرق الصادات على فرق السينات. السينات. قول لي مين ناقص مين؟ 4 ناقص سالب 3. 4 ناقص سالب 3، سالب في سالب بموجب. طب سالب في سالب بموجب. 5 و2 7. حلو، 4 و3 7. 7 على 7 1. يبقى كده فيها 1. يبقى كده الميل بيساوي 1. طب ما تيجي نجيب الميل التاني، ما هو مديني زاوية 45، يبقى هقول ظا 45. الظا 45 تطلع بكام؟ بواحد. هل الميل الأول بيساوي الميل التاني؟ يبقى كده متوازيين. يبقى هقول له بما أن ميم واحد بيساوي ميم اتنين، إذا المستقيمين متوازيين. بس كده يا واد، بس كده خلاص.
خش على بعض. خد تعالى راح فين؟ ما تكروتش خد تعالى يا صاحبي. السؤال ده مهم، ممكن يجي السنه دي في القاهره، ممكن يجي في الجيزه، يعني هو ما جاش السنه اللي فاتت بس جه السنه اللي قبليها. اخوك الجون بيقول لك اهو. طيب هنا بقى بيقول لك ايه يا صاحبي؟ ده يا لهوي لما بشوف اصلا السؤال ده بطني بيتكركب. بفتكر الترم الثاني 13 درس هندسه يا واد، 13 درس هندسه وكلهم بواهين واثباتات وقصه كبيره. بيقول لك يا صاحبي اثبت ان النقطة أ وب وج الواقعة في المستوى إحداثي متعامد تمر بها دايرة وحيدة مركزها ده، ثم اوجد محيط الدايرة علما بأن الباي ب 3.14. مش فاهم. أول حاجة أنا عندي دايرة ماشي، في نقطة في النص اسمها مركز، مديها لي بسالب 1 و2. حلو قوي كمان. بيقول لك ان هو عايز يثبت ان في 3 نقط موجودين على الدايره، يعني موجودين على الخط ده، نقطه اسمها ا ونقطه اسمها ب ونقطه اسمها ج. انا عشان اثبت ان ال3 نقط دول موجودين على الدايره اثبتها ازاي؟ هجيب البعد ما بين ا وم، واجيب البعد بين ب وم، واجيب البعد بين ج وم. لو ال3 طلعوا بيساووا بعض يبقى ايه بقى؟ يبقى خلاص ال3 موجودين على الدايره. اصل البعد من المركز لحد الدايره ده اسمه نص قطر، البعد من المركز لحد الدايره ده اسمه نص قطر، البعد من المركز لحد الدايره ده اسمه نص قطر، وانصاف الاقطار متساويه. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ يعني اول حاجه يا صاحبي هجيب البعد بين النقطه الاولى والمركز، والبعد بين النقطه الثانيه والمركز، والبعد بين النقطه الثالثه والمركز. يعني هنجيب ا م اهو، وهنجيب ب م اهو، وهنجيب البعد بين ج وم، يطلعوا الثلاثه بيساووا بعض، يبقى انا خلصت خلاص يبقى التلاته بيساووا بعض. تعالى بقى نجيب يا صاحبي البعد من التلاته دول. البعد بيساوي ايه؟ جذر كبير فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. قلنا لو انت الاولى س والثانيه، صاد. الاولى س والثانيه، صاد. الاولى س والثانيه، صاد. ادي س وصاد. قول لي بقى انا هشتغل على الالف والميم، اقول مين ناقص مين؟ 3 ناقص سالب 1 أس 2 زائد سالب 1 ناقص 2 أس 2. أعمل جذر صغنن، سالب في سالب بموجب 3 و1 4 4 في 4 16 حلو، زائد سالب 1 وسالب 2 سالب 3 أس 2 ب9. تطلع جذر 25 يعني بتساوي ايه؟ 5 وحدة طول. ماشي. نجيب البعد يا صاحبي كمان بين ب وم. قلنا جذر كبير فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. اقول مين ناقص مين؟ سالب 4 ناقص سالب 1 أس 2 زائد مين؟ 6 ناقص 2 أس 2 6 ناقص 2 أس 2 جذر صغير، سالب في سالب بموجب سالب 4 زائد 1 3 أو سالب 3 3 في 3 ب9 زائد 6 ناقص 2 4 4 في 4 ب 16 تطلع ب5 وحدة طول. على فكرة عايز أقول لك حاجة، لو دخلت كل ده على الآلة ودوست يساوي هيطلع ب5 خلاص كده، مش لازم تعمل الخطوة دي. تعالى يا صاحبي نجيب البعد الثالث اللي هو يا صاحبي ج م جذر كبير فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. اقول مين ناقص مين؟ 2 ناقص سالب 1 أس 2 زائد مين؟ سالب 2 ناقص 2 أس 2 ناقص 2 أس 2. يلا جذر صغير، سالب في سالب بموجب 2 و1 3 في 3 9 9 جذر بعديه سالب 4 سالب 2 وسالب 2 بسالب 4 سالب 4 أس 2 ب 16 تطلع جذر 25 يعني بتساوي ايه؟ 5 وحدة طول. هو كان بيقول لي اثبت ان الثلاث نقط دول على الدايره كلهم طلعوا نفس الناتج يبقى هقول له بما ان طلع الالف م بيساوي ب م بتساوي ج م بتساوي نق بتساوي 5، كلهم طلعوا بيساووا بعض. يبقى كده اذا النقط على استقامه واحده، اذا النقط ا وب وج على مش على استقامه واحده بقى، تمر بهم دايره عشان دي دايره بقى. ماشي، تمر بهم دايره واحده بس خلاص كده. كان في مطلوب تاني كان بيقول لك عايز المحيط علما بان الباي ب 3 و14. ماشي، هو احنا كلنا عارفين ان المحيط قانونه بتساوي ايه؟ 2 باي نق محيط الدايره. 2 تنزل والباي بكام؟ الباي 3 و14 مديها لي ب 3 و14 من 100. ما تحطش 22 على 7، خليها بالتقريب اللي هو قال لك عليه.
النق احنا لسه جايبينه بكام؟ 5. ندخلهم كلهم على البزاز يطلع بكام؟ 31.4. 31.4 عشان ده محيط بنكتب وحدة طول أو وحدة أو سنتي أو على حسب ما هو قال لي ما قاليش بخليها وحدة طول أحسن. تعالى يا صاحبي السؤال ده وده السؤال ده تالت مرة نحله بيجي في كل الامتحانات يا صاحبي يلا بينا. بيقول لك بسم الله إذا كانت ج منتصف أ ب الجيم في النص بس هنا في صاد وهنا في س فبيقول لك عايز س وصاد. حليناها لحد دلوقتي في المحافظتين كل محافظة بيجي سؤال ودي المحافظة الثالثة جالنا نفس السؤال برضه. يلا أول حاجة بنرسم خط أهو ماشي. بيقول لك ج منتصف أ ب يعني في النص هنا صاحبي في ج. الجيم دي هو مديها لي بالسين وسالب 3. في البداية في ألف والألف مديها لي بسالب 3 وصاد والب مديها لي ب9 و11. أنا وأنت قلنا يا صاحبي النقطة اللي في النص بتساوي إيه؟ مجموع س على الاتنين مجموع ص على الاتنين. خد بالك جت في الاختيارات وجت في المقال يا صاحبي يا اسكندراني. هقول له كده س وسالب 3 النقطة اللي في النص. قول لي بقى النقطة اللي في النص نساها مجموع س على الاتنين. مجموع ص على الاتنين. أقول مين زائد مين؟ سالب 3 زائد 9 على الاتنين. زائد 9 على الاتنين. يلا ويقول لي بقى مين زائد مين؟ ص زائد 11 على الاتنين. ص زائد 11 على الاتنين. الله زوجين مرتبين بيساووا بعض. الله 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 يا صاحبي كنت بقسم سبورتش نصين واقول المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يبقى الاول اللي هو س بتساوي سالب 3 زائد 9 على الاتنين. تطلع بكام السين على طول؟ 3. تطلع ب3 على طول. 6 على الاتنين فيها 3 جبنا السين. الصاد يا صاحبي عشان تجيب الصاد اللي بعد الفاصلة سالب 3 بتساوي اللي بعد الفاصلة صاد زائد 11 على الاتنين. قلتش مقصات يا زميلي ملهاش مقام. مقامها ايه؟ 1. لو كسر بيساوي كسر يبقى مقص بيساوي مقص. قلتش مقصاتك. واحد في كل اللي فوق واحد في صاد بصاد زائد واحد في 11 ب11. 2 في سالب 6 2 في سالب 3 سالب سالب 6. 6. يلا يا صحاب دي 11 بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى الصاد بتساوي سالب 6 ناقص 11. يبقى الصاد بكام؟ بسالب 17. سالب 17. هو عايز ايه يا جون؟ س زائد ص. بسيط. يبقى اقول له س زائد ص. طبعا السين طلعت ب3 زائد الصاد بسالب 17. موجب في سالب بسالب. يبقى 3 ناقص 17 فيها كام؟ سالب 14. سالب 14. هو ده اللي هو عايزه. كل ده عشان هو عايز سالب 14. خش على اللي بعديه. بيقول لك يا صاحبي اول حاجه بيقول لك اوجد معادله المستقيم المره بالنقطه دي وعموديا على المستقيم الذي معادلته ده. اقفش بقى واحده واحده. اول ما بيقول لي انا عايز المعادله بروح اقول له ايه؟ الصورة العامة للمعادلة. للمعادله. الصوره العامه للمعادلة كانت ايه؟ ص بتساوي م س زائد ج. احنا بقى محتاجين حاجتين. محتاجين الميم ومحتاجين الجيم. تعال نشوف نجيبهم ازاي. اتشقلب يا صاحبي وهاتهم. اتشقلب يا حب وهاتهم. اول حاجه هو بيقول لك ميل العمودي او على عمودي على المستقيم ده. فممكن من ده اجيب الميل بس مش هيبقى الميل بتاع ده. ده ميل بتاع العمودي هو اللي قال لي اهو عمودي على ده. طب هات لي بس الميل دوت وبعد كده نعرف نشوف العمودي العادي ازاي. هو الميل بتاع اللي هو مديهولي ده كان ايه على ايه؟ عكس معامل س على معامل ص. صح. هي دي 2 عكسها تبقى ايه؟ سالب 2. واللي جنب الصاد سالب 3. يبقى سالب 3. طبعا سالب مع السالب باي باي يبقى فيها صاحب 2 على 3. ده كده الميل العمودي. بس هو مش عايز ده. احنا عايزين بقى نجيب الميل العادي. ما هو ده الميل العمودي على المستقيم ده. احنا عايزين نجيب الميل العادي بقى. فعشان نجيب الميل بتاع دوت فهنقول عشان نجيب ميل العمودي بقى. ما هو ده العمودي انا عايز اجيب بقى العادي. بشقلب وغير الاشاره. صح. دي 2 على 3 عكسها تبقى ايه؟ سالب 3 على 2. ده الميل اللي هنشتغل عليه. خد يا ابني كلب احفد يا ابني كلب. خد تعالى حبيبي. طلعت الميل بسالب 3 على 2. يبقى اول حاجه اشيل الميم واحط سالب 3 على 2. يبقى ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد ج. صح كده صاحبي صح. وبعدين بقى جون هاتها بقى بالنقطه المعادله عشان تجيب الجيم. هقول له كده النقطه سالب 2 وكام؟ و3. 4. سالب 2 و4 تحقق المعادلة.
هي تحقق المعادله، يعني الاولى س والثانيه صاد. يلا صاحبي نعوض بالسين والصاد. ادي السين اهي وادي الصاد اهي. الصاد ب4 بتساوي -3 على 2 في السين. السين بكام؟ -2. حلو، زائد الجيم. يلا بقى بسط معايا واحده واحده وبسم الله. اول حاجه السالب مع السالب هيطير، والاثنين مع الاثنين هتطير، يبقى 4 بتساوي 3 زائد ج. عشان تجيب الجيم هتمشي دي بعكس الاشاره، يبقى انت عندك يا صاحبي الجيم بتساوي 1. 4 ناقص 3 فيها كام؟ 1. حلو قوي. خلاص يبقى بالنسبه لي اشيل الجيم واحط 1. يبقى المعادله ص بتساوي -3 على 2 س زائد 1. هي دي المعادله اللي هو عايزها. والسؤال بتاع اسئله اوجد معادله ده لازم يجي. ماشي. تعالى صاحبي في السؤال اللي بعديه اللي هو بيقول لك اثبت ان الرؤوس هي متوازي اضلاع. طبعا متوازي اضلاع بقى، احنا خدنا فوق المستطيل ده متوازي اضلاع، ممكن نحله بالبعد وممكن نحله بالايه؟ بالميل. تعال نحله زي اللي فوق بالميل. متوازي اضلاع يعني بيكون ايه بقى اللي فيه؟ بيكون كل ضلعين متتاليين مش متعامدين، وكمان الاقطار مش متعامده. ماشي. يعني اعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه هو متوازي الاضلاع اسمه ا ب ج د. ا ب ج د. فكنا اول حاجه بنجيب ميل ا ب. ماشي. ونجيب ميل الضلع الثاني اسمه ايه؟ ب ج. ونضربهم في بعض مش هيطلعوا -1 عشان دول مش متعامدين. وكمان يا صاحبي زي ما عملنا فوق كده من شويه هنقوم قاسمين كده سبورتش كده نصين، ونجيب يا صاحبي ميل ج د وميل ا د. صح كده. هيطلعوا برضه اضربهم في بعض مش هيطلعوا -1 عشان كده مش متعامدين. تعال بس نجيب الميلات دي ونشوف يا صاحبي. اول حاجه هنجيب ميل ا ب. نصغر بس الان كده شويه. نجيب ميل ا ب. قلنا الميل ايه على ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. كنا بنقول الاولى س والثانيه ادي س وصاد، وادي س وصاد، وادي س وصاد. قول لي بقى لو جدع، اقول يا صاحبي مين ناقص مين؟ 5 ناقص 3. 5 ناقص 3 على مين ناقص مين؟ -2 ناقص 3. -2 ناقص 3. ندخلها على البزازه. 5 ناقص 3 ب2، -3 وسالب -2 وسالب 3 -5، يبقى 2 على -5. ماشي. تعال بقى يا صاحبي نجيب تاني الميل بتاع الب ج. قلنا الميل فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات. طب يلا معايا واحده واحده. ادي الب وادي الج اهو. قول لي مين ناقص مين؟ 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 على مين ناقص مين؟ 3 ناقص -4. 3 ناقص -4. سالب في سالب بموجب. هيطلع معاك ب1 على 7. هنقوم ضاربين دول في بعض. اضربهم لي كده على الآلة. هنضرب كده 2 على -5 في 1 على 7. تطلع 2 على 35. تنبسط بكام؟ -2 على 35. -2 على 35. طبعا اي رقم يبقى دول مش متعامدين. متعامدين بتطلع -1 بس، يبقى دي بنقول عليها غير متعامدين. طبعا هو ما شرطش عليا احلها بالميل ولا بالبعد. انا عارف ان في ناس بتستسهل البعد عشان كده قلت احلها بالميل عشان يبقى انت هاضم الاثنين. تعال نجيب انا وانت يا صاحبي ميل ج د. يلا ادي الجيم اهي والدال اهي. قول لي بقى مين ناقص مين؟ 2 ناقص 4. 2 ناقص 4 على مين ناقص مين؟ -4 ناقص -9. سالب في سالب بموجب. طلع لي على الآلة على طول بكام؟ 2 ناقص 4 على -4 زائد 9. -2 على 5. -2 على 5. يلا تعال نجيب ميل ا د. يلا بسم الله. ا د اللي هي الاولى اهي مع الاخيره ما تحولليش. فرق الصادات 5 ناقص كام؟ 4. 5 ناقص 4 على مين ناقص مين؟ -2 ناقص -9. ناقص -9 على الآلة تطلع بكام على طول؟ 1 على 7. 1 على 7. نلطشهم في بعض اهي زي دي بالظبط. نضرب دول في بعض هيطلع صاحبي ب-2 على 35. هيطلع برضه غير متعامدين. يبقى كده كل ضلعين متتاليين مش متعامدين. تعالى بقى صاحبي نجيب الاقطار. نجيب الاقطار. خلاص دول شد خط كده عشان ما لخبطكش. نجيب الاقطار يا صاحبي. الاقطار ده يعني كان الاول مع الثالث، يبقى هنجيب ميل ا ج. وهنجيب يا صاحبي كمان ميل ب د اللي هو الثاني مع الرابع. تعالي نجيب انا وانت ميل ا ج. يلا. قلنا الميل فرق الصادات على فرق السينات. خلي بالك الف اهي وجيم اهي مش عايز حولان.
نقول مين ناقص مين؟ 5 ناقص 2 5 ناقص 2 على مين ناقص مين؟ سالب 2 ناقص سالب 4 سالب في سالب بموجب يلا 5 ناقص 2 3 3 سالب 2 زائد 4 2 2 تعالي نجيب ميل ب د ب د من غير حولان يلا ب د من غير حولات يلا اول حاجه ب د ادي الب اهي والدال اهي يلا اقول مين ناقص مين 3 ناقص 4 3 ناقص 4 على 3 ناقص كام ناقص سالب 9 3 ناقص سالب 9 سالب في سالب بموجب تطلع بكام على كام طلع بسالب 1 على 12 سالب 1 على ال 12 طبعا هنضرب دول في بعض هنضرب 3 على 2 في سالب 1 على 12 تطلع بكام سالب 1 على 8 سالب 1 على ايه 8 يعني غير متعامدين غير متعامدين امال المتعامدين كانت بتطلع ايه سالب 1 بس اي اجابه غير السالب 1 يبقى مش متعامدين فهقول له بما ان كل ضلعين متتاليين غير متعامدين غير متعامدين والاقطار غير متعامده وكمان الاقطار غير متعامده والاقطار غير متعامده اذا الشكل متوازي اضلاع يبقى كده اذا الشكل متوازي اضلاع يلا صاحبي نبص على السؤال اللي بعديه خبك بتبقى مساله كبيره ولما تكتبها على الورق بتبقى كتيره بس مش مشكله صح اللي يجيب من مره يجي والثانيه يجي والثالثه يجي والسادسه هوب خش على السؤال ال 16 خش على السؤال ال 16 نكبر بقى قلمنا يا صاحبي ويلا يا صاحبي ودي على اخر سؤال يلا يا صاحبي بيقول لك أ ب ج دوت مستطيل فيه أ ب بتلاتة طبعا مستطيل يبقى دي قايمه ودي قايمه وكل دول قايمه ماشي بيقول لك عايز قياس زاويه أ ج ب أ ج ب يعني الزاويه دي طبعا انت عندك اللي في وش الزاويه القايمه ده وتر صح وعندك ده كمان مقابل ده ايه مقابل فانت عندك مقابل ووتر فممكن استخدم الجاه ما انت عشان تجيب الزاويه يا تستخدم الجاه يا جتا يا ظا فهتقول له كده جاه زاويه بقى أ ج ب أ ج ب هي الجاه بتساوي ايه على ايه مقابل على وتر المقابل بكام 3 والوتر 6 يبقى 3 على 6 3 على 6 يعني فيها نص فعشان نجيب الزاويه كنا بنقول مفتاح اي زاويه بدوس ايه شيفت كوزين نص شيفت ساين نص فتطلع قياس زاويه أ ج ب بتساوي 30 الله 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 30 يا صاحبي عايز بقى مساحه سطح المستطيل أ ب ج د عايز المساحه كله طب ما انا مساحه المستطيل طول الضلع او الطول في العرض الطول والعرض ماشي طب ما انت عندك ده بتلاتة ما تجيب ده اجيبه ازاي بنظريه فيثاغورس ازاي يعني ما انت الب ج ده مثلث قائم قلنا ماشي فانت لو عايز تجيب ب ج هتقول جذر اطرح عشان انت مش عارف اطرح جذر هتقولي 6 أس 2 ناقص 3 أس 2 تطلع ب 3 جذر كام 3 جذر 3 جذر 6 أس 2 ناقص 3 أس 3 2 جذر 3 جذر 3 يبقى كده بالنسبه لي الضلع ده طلع ب 3 جذر 3 طب ماشي ما هو مساحه المستطيل كانت يا صديقي الطول في العرض الطول في على طول العرض يلا بسم الله يا حبايبي الطول في العرض يبقى هقول 3 في 3 جذر 3 تطلع ب 9 جذر 3 9 جذر 3 وعشان دي مساحه فبنقول عليه وحده مساحه او ممكن اقول عليه عشان هو مديها لي بالسنتي يبقى سنتيمتر مربع او نقول وحده مربعه كده يا صاحبي الثلاث محافظات بفضل الله فركش اديك شفت نظام الاسئله نظام الامتحانات استنانا يا صاحبي في اقوى مراجعات في السناتر هنكسر الدنيا يا صاحبي اشوفك على خير سلام